السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ ابطال تانية ثانوي، وحشتوني جدا جدا. زي ما عودناكم كل امتحان شهر بنعمل لكم فيديو مراجعة لامتحان الشهر، والحمد لله امتحان الشهر اللي فات زي ما انتم كنتوا طالعين مبسوطين وجبتوا درجات حلوة جدا وفرحتونا، بإذن الله امتحان الشهر ده كمان هتعملوا نفس الحوار. امتحان الشهر ده ناس كتير منكم بتشتكي لي من الدروس اللي هتخش في امتحان الشهر. لا، دروس سهلة، وبإذن الله الفيديو ده هيكون كفيل ان هو يخليكم كويسين وداخلين الامتحان وانتم مطمنين. وباذن الله الفيديو ده هنزله لكم بدري، يعني مش هنزله لكم قبل الامتحان بيومين ولا ثلاثه، لا باذن الله هنزله قبلها باسبوع. فكل اللي عايزكم تركزوا، تجيبوا ورقكم، تجيبوا ملازمكم وكراساتكم وقلمك، وكل حاجه اكتبها تكتبها ورايا، سواء شرح سواء حل. طب يا مستر الفيديو دوت إيه اللي هيحصل فيه؟ هيحصل فيه 3 حاجات. اول حاجه هنشرح باستفاضه، يعني كل جزئيه هنشرحها باستفاضه. طب تاني حاجه هنحل على كل جزئيه. طب تالت حاجه في مفاجاه بقى في اخر الفيديو. ايه المفاجاه ديت؟ ناس كتير منكم كانت بتسالني يا مستر احنا عايزين نعرف ازاي نذاكر، احنا يا مستر ما بنعرفش نذاكر. طب بنذاكر ما بنعرفش نحل. هنتكلم مع بعض في الحته دي، وهخليكم تحلوا بطريقه وتذاكروا بطريقه باذن الله هتنفعكم كلكم، وباذن الله هتبقى اسهل طريقه والطريق الصح اللي هيوديكم للمكان اللي انتوا عايزينه. تمام؟ طب امتحان الشهر ده عباره عن ايه؟ عباره عن قانون نيوتن الثالث، وده احنا كده كده شارحينه، وهو اصلا حته صغيره خالص كانت في اخر قوانين نيوتن. طب والفصل الرابع اللي هو بيتكلم عن الكثافه، وبعد كده حاجه اسمها السريان، وحاجه عكسها اسمها اللزوجه. طب واول درس في الفصل الخامس اللي هو الضغط، والضغط عند نقطه في باطن سائل. طب احنا هنشرح كل حاجه وهنحل عليها، بمعنى خلصت الكثافه هروح حلل على الكثافه الافكار المهمه، طب خلصت السريان اروح حلل على السريان الافكار المهمه، وهكذا لحد اخر الفيديو. فصلوا على النبي وسموا الله وتعالوا نبدا الدرس. اول حاجه عندنا الكثافه اهي. هشرح الكثافه، تمام، وبعد ما اشرح الكثافه باذن الله هنحل عليها. طب اي حاجه اكتبها يا ريت انت كمان تكتبها، والبي دي اف دوت هنزله لكم ان شاء الله على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الواتساب. طيب الكثافه، كان قانون الكثافه ايه؟ كانت بتساوي كتله على حجم، بمعنى ان وقت اللي عندي كثافه بتساوي الكتله على الحجم كنا ممكن نكتبها الرو بتساوي ام على فوليوم. ده قانون الكثافه، صح ولا مش صح؟ القانون ده انت ما بتحبهوش، فكنا بنشيله وبنعمل المثلث بتاعنا. المثلث بتاعنا كان بيقول هنا ام كتله، وهنا رو، وهنا فوليوم، صح؟ يبقى الكثافه بتساوي كتله على حجم. طيب لو انا عايز الكثافه يبقى اخبي الكثافه بتساوي كتله على الحجم. طب انا لو عايز الكتله اروح مخبي الكتله، يبقى الكثافه بتساوي الكتله بتساوي الكثافه في حجم. طب انا لو عايز الحجم اروح مخبي الحجم، يبقى كده بتساوي الكثافه، الحجم بيساوي ايه؟ كتله على كثافه. يبقى المثلث ده بجيب اي حاجه منهم، يبقى القانون بتاع الكثافه بتساوي كتله على الحجم. طيب ثانيه واحده. طيب وحدة قياس الكثافة، طب ما هو الكتلة بقيسها بالكيلو جرام، والحجم اللي هو طول في عرض في ارتفاع اللي هو كان بمتر مكعب. أنا بقى عندي وحدتين لقياس الكثافة، في وحدة صغيرة اسمها جرام على سنتيمتر مكعب، وفي وحدة أكبر شوية اسمها كيلو جرام على المتر مكعب. في واحده للسوائل اسمها جرام على لتر، عشان لو جات لكم برضو في الاختر. طب انا دلوقتي لو انا عايز احول من جرام على السنتيمتر المكعب للكيلو جرام على المتر المكعب، عشان دي تحويله مهمه جدا، بضرب في 1000. يبقى انا دلوقتي لو انا عايز احول من الوحده الصغيره للوحده الكبيره بضرب في كام؟ في 1000. الكثافه هي الوحده اللي كده. يبقى الكثافه لو انا عايز احول من جرام على السنتيمتر مكعب للكيلو جرام على المتر مكعب بعمل كام؟ بضرب في 1000. طب انا لو عايز احول من الكبير للصغير اللي هو من كيلو جرام على المتر مكعب للجرام على السنتيمتر مكعب هقسم على 1000. يبقى تاني، لو انا عايز احول من الصغير للكبير بضرب في 1000. طب لو من الكبير للصغير بقسم على 1000. دي في الكثافه بس. طب في شويه تحويلات مهمه جدا. ايه التحويلات؟ اكتبوها علشان دي مهمه جدا في المسائل. اول تحويله لو انا عايز احول اصلا من جرام لكيلو
جرام. احنا المفروض واخدين الحاجات دي يعني، بس هنرجعها مع بعض. بعمل ايه من جرام للكيلو جرام؟ بضرب في 10 أس سالب 3. طب لو انا عايز احول من سنتيمتر تكعيب الى متر تكعيب بعمل كام؟ بضرب في 10 أس سالب 6. التحويلات دي احنا كنا واخدينها في اول المنهج خالص في الحصه التاسيسيه، بس هنراجعها مع بعض، نراجع منها الحاجات المهمه. الحاجات دي انا بستخدمها جدا. يبقى انا عندي هنا في الكثافه وحده القياس بتاعتها، لا اما جرام على سنتيمتر مكعب، لا اما كيلو جرام على متر مكعب. لو عايز احول من الصغير للكبير بضرب في 1000. عندي تحويلتين تانيين بيساعدوني في قلب المسائل. اول تحويله من الجرام للكيلو جرام بضرب في 10 اس سالب 3 او بقسم على 1000، هي. طب لو انا عايز احول من سنتيمتر مكعب للمتر مكعب بضرب في 10 اس سالب كام؟ 6. طب في حاجه هناخدها بعدين، بس تعالى ناخدها دلوقتي بالمره عشان تلاحظوا الفرق. لو انا عايز احول من سنتي متر تربيع بتاعت المساحه للمتر تربيع بعمل ايه؟ بضرب في 10 اس سالب 4. يبقى خلي بالي لو من سنتيمتر تكعيب 10 اس سالب 6. طب لو من سنتيمتر تربيع 10 اس سالب كام؟ 4. التكعيب دي بنستخدمها في الحجوم. طب والتربيع دي بنستخدمها في الايه؟ في المساحات. طيب اكتبوا الجزء ده عشان الجزء ده مهم جدا. يبقى احنا كده عرفنا وحدات القياس. طب ايه هي العوامل اللي بتوقف عليها الكثافه؟ هل يا ترى الكثافه بتتوقف على الكتله ولا الحجم؟ لا، انا عندي حاجتين بس بتوقف عليهم الكثافه. ايه هما؟ درجه الحراره والضغط. يبقى تاني اللي بيتوقف على الكثافه حاجتين، درجه الحراره والايه؟ والضغط. طيب لو جه قال لي في الامتحان بيجيبها كتير جدا، لو جه قال لي الكتله زادت للضعف، ايه اللي هيحصل؟ الكثافه ثابته. يبقى الكثافه هي ثابته للماده الواحده. طب لو جه قال لي انا معايا شويه ميه ورحت صبيت عليهم شويه ميه تانيين، ايه اللي هيحصل؟ الكثافه ثابته. يبقى الكثافه ما بتتغيرش غير في حالتين، لو غيرنا درجه الحراره ولو غيرنا الضغط، يعني لو ضغطنا الماده. يبقى احنا تاني العوامل اللي بتوقف عليها الكثافه حاجتين، درجه الحراره والايه؟ والضغط. مهمه جدا. طب هل ينفع يا مستر الكثافه والكتله يكون لهم علاقه ببعض؟ ليهم علاقه ببعض في حاله واحده بس، لو انا مثبت الحجم. يبقى الكثافه والكتله علاقه طرديه عند ثبوت الحجم. يعني لو هو جه قال لي انا مثبت الحجم، يبقى الكثافه والكتله علاقه طرديه. طب هل في علاقه بين الكثافه والحجم؟ في علاقه. امتى؟ عند ثبوت الكتله. يبقى لو جه قال لي الكتله ثابته، يبقى العلاقه بين الكثافه والحجم علاقه ايه؟ عكسيه. يبقى الكثافه مالهاش علاقه بالكتله والحجم الا في حالتين. الحاله الاولى لو انا مثبت الحجم، يبقى العلاقه بين الكثافه والكتله علاقه طرديه. طب الحاله الثانيه لو انا مثبت الكتله، يبقى العلاقه بين الكثافه والحجم علاقه ايه؟ عكسيه. غير كده الكثافه مالهاش علاقه بيهم. يبقى غير كده الكثافه ما بتتغيرش غير بتغيرين، تغير درجه الحراره او تغير الضغط اللي انا اضغط الايه؟ الماده. طب دي كده كانت مقدمه عن الكثافه. افكار بقى، افكار اللي بتجيلي في مساله الكثافه. عندي حاجه كنا واخدينها، حاجه اسمها الكثافه النسبيه. ايه الكثافه النسبيه دي؟ الكثافه النسبيه هي كثافه الماده على كثافه الميه. يبقى الكثافه النسبيه هو انا بجيب كثافه نسبيه للماده بالنسبه للميه، عشان كده سميتها الكثافه النسبيه. يبقى الكثافه النسبيه هي كثافه الماده على كثافه الايه؟ الميه. لو جينا عملناها في مثلث اللي انتوا بتحبوه اهو، هحط هنا اهو رو نسبيه بتساوي رو ماده على رو ووتر اللي هي رو ميه. يبقى الكثافه النسبيه بتساوي كثافه الماده على كثافه الايه؟ الميه. لو انا عايز كثافه نسبيه هخبيها تبقى كثافه ماده على كثافه ميه. طب لو انا عايز كثافه الماده، يبقى كثافه الماده بتساوي الكثافه النسبيه في كثافه الايه؟ الميه. طب انا لو عايز كثافه الميه، يبقى كثافه الماده على كثافه الايه؟ النسبيه. يبقى انا عندي هم مثلث، اي حاجه منهم اخبيها اجيب الايه؟ اجيبها. طيب عندي حاجه بقى تانية، ودي حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها النسبه. يعني ايه النسبه؟ مش انا عندي الكثافه اهو، القانون بتاع الكثافه كان بيساوي كتله على الحجم، صح ولا مش صح؟ الكثافه كانت بتساوي كتله على الحجم. قلنا الكثافه والكتله علاقه طرديه عند ثبوت الحجم، تمام. وقلنا الكثافه والحجم علاقه عكسيه عند ثبوت الكتله. طيب يعني كده الكثافه والحجم بيحبوا بعض.
طب الكثافه معلش الكثافه والكتله بيحبوا بعض، اللي فوق دولت الاثنين في البسط يبقى الاثنين بيحبوا بعض. طب الكثافه والحجم ما بيحبوش بعض. يعني بقى نسبه، بيجي يقول لي هات لي نسبه كثافه الماده الاولى على كثافه الماده الثانيه. كلمه نسبه في الفيزياء يعني اسمه، يعني جينا قلنا اهو رو 1 على رو 2، دي كده نسبة كثافة المادة الأولى على كثافة المادة الإيه؟ الثانية. مش الكثافة والكتلة علاقة طردية، يعني بيحبوا بعض، يعني هما الاتنين يبقوا مع بعض، يبقى هنا أهو ام 1 عشان بيحبوا بعض. طب الكثافة والحجم دول ما بيحبوش بعض، علاقة عكسية، يعني لو أنا فوق أنت تحت، لو أنا تحت أنت فوق، يبقى أهو الكثافة والحجم علاقة عكسية، يبقى هنا الحجم هيتكتب فوق ولا هيتكتب تحت؟ هيتكتب تحت عشان دول ما بيحبوش بعض، يبقى أهو فوليوم 1. شايفين فوليوم 1 اتكتبت فين؟ طب اللي ما فهمش دي يفهم اللي تحت. عندي كثافة 2، قلنا الكثافة والكتلة بيحبوا بعض، يبقى الكتلة بتاعت 2 مكتوبة تحت اهي ام 2. طب الحجم ما بيحبش الايه؟ الكثافة، والكثافة ما بتحبش الحجم، يبقى لو انا تحت انت فوق، لو انت فوق انا تحت، هي الكثافة هنا تحت يبقى الحجم بتاعها فوق. يبقى تاني ده النسبة، لما يجي يقول لي هات لي النسبة بين كثافتين، يبقى رو 1 على رو 2 بتساوي ام 1 فوليوم 2 على ام 2 فوليوم 1. تمام. طيب اخر فكرتين، وفكرتين مهمين جدا عن الكثافه، حاجه اسمها الجسم المجوف. ايه الجسم المجوف ده؟ انا مثلا بيكون عندي مثلا جسم بالشكل ده مستطيل، ومستطيل من جوه هنا مفتوح، فكل دوت عندي اهوت مستطيل مثلا من الحديد، ومن جوه هنا عندي فتحه، الفتحه دي مجوفه. يعني ايه مجوفه؟ يعني من جواها هواء. طب دلوقتي انا عايز اجيب كثافه الحديد ده او كثافه المستطيل اللي معمول من الحديد ده بس، يبقى انا هجيب الحجم بتاعه كله ناقص حجم الايه؟ التجويف. طب ايه القانون بتاع مساله التجويف؟ او اسمع كلمه جسم مجوف احط القانون ده على طول. الكثافه بتساوي كتله على حجم. لا هنا بقى انا عندي حجمين، حجم الكلي بتاع الشكل والحجم بتاع ايه؟ التجويف. يبقى الكثافه بتساوي كتله على حجم كلي ناقص حجم تجويف. تمام؟ يبقى تاني يا حبايبنا، لو جه قال لي جسم مجوف، جسم فارغ من جوه، بستخدم القانون ده، كثافه بتساوي كتله على الحجم الكلي ناقص حجم التجويف اللي انا مش محتاجه. تمام؟ طب اخر حاجه فكره بقى الخلط. يعني ايه فكره الخلط؟ انا كان عندي اهو اناء واناء تاني، وجيت خلطتهم في اناء كبير، يبقى الاناء الكبير ده عباره عن مجموع الاناءين دول، صح ولا مش صح؟ طب فكره الخلط انا عندي قانونين بستخدمهم امتى؟ لما يجي يقول لي مزجت حاجه بحاجه، عندي سبيكه متكونه من حاجه وحاجه، خلطت حاجه بحاجه، بستخدم القانونين دول. القانون الاولاني رو في فوليوم الكليه بتساوي رو 1 فوليوم 1 زائد رو 2 فوليوم 2. ده القانون اللي انا بستخدمه لما يجي يقول لي عملت خليط. طب في قانون تاني، ام كليه على رو كليه بتساوي ام 1 رو 1 زائد ام 2 رو 2. يبقى القانونين دولت كده، القانونين دولت انا بستخدمهم لما يجي يقول لي خلطت حاجه بحاجه، عندي سبيكه مزجت حاجه بحاجه، بستخدم القانونين دول. طب امتى يا مستر استخدم القانون اللي فوق وامتى استخدم القانون اللي تحت؟ على حسب المساله. لو هو في المساله جايب لي كثافه وحجم يبقى هستخدم اللي فوق. طب لو هو في المساله جايب لي كثافه وكتله يبقى هستخدم اللي تحت. يبقى انا بحفظ القانونين دولت، جاب لي سبيكه على حسب بقى كثافه وحجم استخدم اللي فوق، طب كثافه وكتله اروح مستخدم الايه؟ اللي تحت. كده احنا خلصنا درس الكثافه من حيث الافكار من حيث البدايه بتاعت الكثافه اللي هو وحده القياس والكلام من ده. طيب تعالى بقى نحل على الكثافه. طيب سمو الله. بيجي يقول لي هنا ايه؟ الشكل المقابل يوضح مكعب مصمت من ماده معينه طول ضلعه 2 سنتيمتر، ده طول الضلع. طيب
خلي بالي 2 سنتيمتر. هنشوف بقى لو مساله ماشيه بالسنتيمتر للاخر خلاص انا مش محتاج احول. طيب موضوع على ميزان قراءته قد ايه؟ 21.6 جرام. يبقى انا كده مش هحول، كده الوحده بتاعتي في الاخر هتطلع بالجرام على السنتيمتر. فان كثافه الماده بتاعت المكعب، الكثافه اهي بتساوي كتله على الحجم. طب هنحلها ازاي بقى؟ يبقى الكثافه اهي بتساوي الكتله بتاعتي 21.6. طب الحجم بتاعي مش مديني الحجم بس مديني طول الضلع. طب ما الحجم بتاع المستطيل ايه؟ الطول في العرض في الارتفاع اللي هي زي بعض، يبقى 2 في 2 في 2، يعني هتديني في الاخر 2 أس 3. طب لما اجي احسب الحسبه ديت هشوف هتطلع معايا بكام؟ الآلة اهي على 2 تربيع طلعت معايا ب 2.7. يبقى دي الاجابه اللي صح. تمام؟ كل اللي عملته طبقت القانون مش اكتر ولا اقل. طب السؤال الثاني بيقول لي في الشكل البياني المقابل يمثل علاقه بين مجموعه من كتل ام في مادتين، ماده اسمها اكس وماده اسمها واي. دي اكس ودي اسمها واي على الحجم كل منهما، فان النسبه بين كثافه المادتين. اول ما اشوف مساله بيانيه بروح اجيب الميل على طول. يعني ايه اجيب الميل؟ بقسم اللي فوق على اللي تحت، يعني الام على الفي يبقى ام على فوليوم. يبقى الميل ده بيعبر عن مين؟ بيعبر عن الكثافه. ما الكثافه هي الحاجه الوحيده اللي الكتله على الحجم. طب يبقى اللي كثافته اكبر هو اللي فوق، كثافته اصغر هو الايه؟ اللي تحت. طب هو عايز كثافه اكس على كثافه واي، يعني كثافه الشكل ده على كثافه الشكل ده. طب الشكل ده بكام؟ 45 جت منين؟ 30 زائد 15. طب الواي دي جت منين؟ 30 بس. يبقى اهو يبقى الكثافه بين رو اكس على رو واي هتساوي تان 45 بتاعت اكس على تان 30 بتاعت واي. تعالى نحسبها. تان 45 على تان 30 طلعت معاكي بجذر 3. طيب يبقى احنا ما بنعملش اي حاجه، كل اللي بنعمله بس بنطبق. طيب بيقول لي كم جرام من الحديد يلزم لعمل كره مجوفه؟ طب احنا قلنا اول ما نشوف كلمه كده مجوفه بستخدم انهي قانون؟ تعال نكتبه هو على جنب. الكثافه بتساوي كتله على حجم كلي ناقص حجم تجويف. صح ولا مش صح؟ طب نص قطرها الداخلي ده بتاع التجويف 15. طب نص قطرها الخارجي اللي هو الكبير 25. علما بقى ان الكثافه بتساوي كذا. طب لو انا عايز الكتله من هنا يبقى الكتله بتساوي الكثافه في ده. يبقى الكتله اهي الام بتساوي الكثافه في الحجم الكلي فوليوم كلي ناقص فوليوم تجويف. طب احنا كتبنا القانون، تعال بس امسح عشان مفيش مكان. طب يبقى هكتب اهو. يبقى الام بتاعتي اهي هتساوي الكثافه عندي بكام؟ 7.8. اخلي بالي ان هو كله ماشي بالجرام على السنتيمتر فمش محتاج احول، لكن لو في حاجه مختلفه يبقى لازم احول بالتحويل اللي انا قلت لكم فوق. طيب في الحجم الكلي، حجم الكره ده احفظوا 4/3 باي ار تكعيب. يبقى حجم الكره 4/3 باي ار تكعيب، كده كده مكتوب عندكم. يبقى اهو 4/3 في باي في الار الكليه بتاعتي بكام؟ 25 تكعيب ناقص الحجم الداخلي 4/3 في باي في الداخلي بكام؟ ب 15 بس. 15 تكعيب. تعالى نشوف ده هيساوي بكام. يبقى 7.8 في 4/3 باي ار 25 تكعيب ناقص 4/3 باي في 15 تكعيب. طلعت معايا بالرقم ده. طيب تعالى نخش على اللي بعده.
يبقى هو الافكار اللي انا مديها لكم ديت مش هيخرج منها باذن الله الامتحان، ومش هيعرف يلعب براها. دي الافكار اللي عندنا. طب بيقول لي ايه؟ زيت كثافته عند درجه حراره 30 عند درجه حراره 30 وكثافته عند درجه حراره 20. لو انتوا فاكرين في اولى ثانوي قلنا الكثافه كل ما درجه الحراره بتعلى معناه ان الحجم بيكبر والكثافه ايه؟ بتقل. يبقى الكثافه عند درجه حراره 30 اقل من الكثافه اللي عند درجه حراره كام؟ 20. تمام؟ يبقى انا كل ما بعلي درجه الحراره كل ما الكثافه اللي بيحصل لها بتقل، يعني العلاقه بين درجه الحراره والكثافه علاقه عكسيه. طيب نسبه كثافه المحلول الالكتروليدي في بطاريه السياره بعد التفريغ الى اعاده الشحن. الكثافه في البطاريه وهي فارغه اقل من كثافه في البطاريه وهي مشحونه، يبقى هنا هختار اقل. يبقى لما انا بشحن البطاريه معناها ان انا بزود كثافه المحلول. تمام؟ بشحن البطاريه معناها ازود كثافه الايه؟ المحلول. طب البطاريه وهي فاضيه يبقى الكثافه بتاعت المحلول قليله. بيقول لي بقى تتساوى الكثافه النسبيه مع كثافه الماده عدديا بأنهي وحده قياس؟ اكيد بوحده جرام على السنتيمتر تكعيب، عشان الجرام على السنتيمتر تكعيب كثافه الميه بواحد. طب لو بالكيلو جرام هتبقى ب1000. فهنا هتختار جرام على سنتيمتر تكعيب. طب ده كده درس الكثافه. تمام؟ يبقى درس الكثافه كل اللي احنا هنعمله هنعرف بس القانون بتاع الكثافه زي ما احنا كنا واخدينه، وحدات قياس الكثافه، وتحويلات بين الوحدات لو هو جابها لي في المساله تحويل. انا ما جبتلكوش هنا تحويل بس ان شاء الله هجيبها لكم تاني. طب وهجيبها لكم بس في السريان واللزوجه، ما حبيتش اجيبها في الكثافه. طب والافكار بقى لو خدنا 4 افكار للكثافه، اللي هي الكثافه النسبيه والنسبه، لو قال لك هات النسبه بين كثافتين، والجسم مجوف، وخلط لو انا خلطت حاجه بحاجه. طيب درس السريان، تعال بس نفتكر كده درس السريان كان بيتكلم عن ايه وايه الخصائص بتاعته، وبعد كده نخش في الافكار. درس السريان كان انا عندي انبوبه اهي، وببدا ادخل فيها ميه، كنا بنرسم الخطوط دي اسمها خطوط وهميه. تمام؟ قلنا لو انا دخلت من فوق هنا ميه هتخرج لي من هنا ميه، اكيد مش تخرج عسل، صح ولا مش صح؟ يعني الكثافه اللي بتخش هي الكثافه ايه اللي بتخرج، يبقى الكثافه ما بتتغيرش. ده اول حاجه. طب قلنا لو انا مدخل هنا 5 خطوط ميه هيخرجوا من هنا 5 خطوط ميه، يبقى الخطوط بتاعه الميه او عدد الخطوط ما بيتغيرش، يبقى الكثافه ما بتتغيرش، عدد خطوط الانسياب هي كمان ايه؟ ما بتتغيرش. طب هل الخطوط دي بتتقاطع مع بعض بالشكل ده اهو، ولا بتبقى ماشيه كده مش متقاطعه؟ قلنا بتبقى ماشيه مش متقاطعه. يبقى احنا هنا خدنا الخواص بتاعه السريان الهادئ، عدد الخطوط ما بيتغيرش وما بيتقاطعش، والكثافه ثابته. طيب حته مهمه جدا، السرعه. قلنا لو انا قللت المساحه اللي بيحصل السرعه بتزيد، وخدنا الفكره بتاعت لو انا معايا خرطوم ورحت دايس على الخرطوم يعني بقلل مساحته، ايه اللي بيحصل لسرعه الميه؟ بتزيد. يبقى العلاقه بين المساحه والسرعه علاقه ايه؟ عكسيه. كل ما بقلل المساحه كل ما السرعه عندي بتزيد. طيب وعندي حاجه اسمها كثافه خطوط الانسياب. نخلي بالنا بين كثافه السائل دي ما بتتغيرش، وفي حاجه عندي اسمها كثافه خطوط الانسياب او كثافه السريان او كثافه الانسياب. كثافه الانسياب هي السرعه، زي السرعه بالظبط، يبقى ليها علاقه عكسيه مع المساحه. يبقى السرعه وكثافه الانسياب دولت علاقه عكسيه مع ايه؟ مع المساحه. وهم علاقه عكسيه مع مربع نص القطر، عشان احنا عارفين ان المساحه اللي هي الايه بتساوي باي ار تربيع، الار ده اللي هو نص القطر. فكده السرعه والمساحه علاقه عكسيه، كثافه السريان والمساحه علاقه عكسيه، السرعه ومربع نص القطر علاقه عكسيه، كثافه السريان
ومربع نص القطر علاقه عكسيه. اخلي بالي جدا ان كثافه الماده ما بتتغيرش، لكن كثافه السريان بيتغير بالايه؟ بالمساحه. طيب دي بقى شويه قوانين. قوانين دي مهمه جدا. طب احنا درس السريان خدنا فيه قوانين كتير قوي. اغلبيتكم مش عارفين استخدم القانون ده امتى. باذن الله النهارده والملخص ده هيعرفك القانون ده استخدمه امتى. لو جاب لي لو جاب لي في السؤال بيتكلم عن الكتله في درس السريان، بيقول لك ماده بتسري كتلتها كذا، اول ما قال لي كتله اروح مستخدم القانون بتاع الكتله. ايه قانون الكتله؟ معدل السريان الكتلي اللي هو كيو ام، ده معدل السريان الكتلي، بتساوي الام اللي هي الكتله على التي، او بيساوي حاجه تانية، الرو اللي هي كثافه، الاي اللي هي المساحه، الفي اللي هي السرعه. يبقى تاني لو اتكلم عن الكتله اكتب معدل السريان الكتلي ام على التي، او الرو في الاي في الفي. طب لو هو اتكلم عن الحجم هكتب معدل السريان الحجم. معدل السريان الحجمي اللي هو كان ايه؟ كيو فوليوم، معدل السريان حجمي بتساوي فوليوم اللي هو الحجم على التي اللي هو الزمن، او بيساوي الاي اللي هي المساحه في الفي اللي هي السرعه. يبقى تاني لو هو اتكلم عن الكتله بكتب لي القانون بتاع معدل السريان الكتلي. معدل السريان الكتلي بيساوي الام على تي او الرو اي في. طب لو اتكلم عن الحجم في المساله هكتب معدل السريان الحجمي اللي هو الفوليوم على التي او الاي في الفي. طب خلي بالنا قوي من الحته اللي جايه دي. ايه الحته اللي جايه؟ ما بيجيش يقول لي في السؤال معدل السريان الكتلي، وما يجيش يقول لي معدل السريان الحجمي، لا بيجي يقول لي ايه؟ معدل السريان بيساوي كذا. طب انا هعرف مين ده كتله ولا حجم من الوحده؟ بمعنى وحده القياس بتاع معدل السريان الكتلي كيلو جرام على الثانيه. جت منين دي يا مستر؟ ما هي الكتله بالكيلو جرام، الزمن بالثانيه، يبقى معدل السريان الكتلي الوحده بتاعته كيلو جرام على الايه؟ على الثانيه. يبقى انا لو لقيت رقم جنبيه كيلو جرام على الثانيه اعرف ان ده معدل السريان الايه؟ الكتلي. طب معدل السريان الحجمي لو انا عايز اجيبه نفس الفكره، الحجم ده متر تكعيب والتي ثانيه، يبقى معدل السريان الحجمي بيساوي متر تكعيب على الثانيه. يبقى انا لو لقيت في المساله رقم وجنبيه متر تكعيب على الثانيه بس ده كده اعرفه ان ده معدل السريان ايه؟ حجمي. يبقى تاني لو اتكلم عن الكتله بكتب له القانون بتاع معدل السريان الكتلي، وانا عندي القانونين اهو، ده لا اما ده. طب لو اتكلم عن الحجم هكتب له القانون بتاع معدل السريان الحجم، وعندي قانونين، حجم على الزمن او الاي في الفي. اخلي بالي هنا ان رو دي كثافه، الاي مساحه، الفي سرعه، ام كتله، تي زمن. كيو ام ده معدل سريان كتلي. طب كيو في معدل سريان حجمي، الفي حجم، تي زمن، الاي مساحه، والفي سرعه. طب لما يجي بقى يتكلم عن كتله وحجم وكثافه هكتب له قانون الكثافه. طب قانون الكثافه كان عندي كان بيقول لي ايه؟ الكثافه كانت بتساوي كتله على الحجم، بس انا هنا في درس السريان يبقى هقول له معدل سريان كتلي على معدل سريان حجمي. ونفس الفكره بقى بتاعت المثلث، انتوا اكيد عارفين فكره المثلث. فكره المثلث اهو، هكتب فوق هنا اهو معدل سريان كتلي، هكتب هنا كثافه، وهكتب هنا معدل سريان حجمي. لو انا عايز الكثافه يبقى معدل السريان الكتلي على معدل السريان الحجمي. لو انا عايز معدل السريان الكتلي يبقى الكثافه في معدل السريان الحجمي. لو انا عايز معدل السريان الحجمي يبقى معدل السريان الكتلي على الايه؟ على الكثافه. تمام؟ طيب الافكار لسه ما خلصتش. نشرح الحته دي كده على السريع. دلوقتي لو انا معايا انبوبه اهي، ده المدخل بتاعها وده المخرج بتاعها اهو، دي الانبوبه. تمام؟ قلنا الانبوبه ديت لو انا دخلت فيها ميه هتخرج ميه، لو انا دخلت فيها معدل السريان الكتلي هيخرج من الناحيه الثانيه معدل السريان الكتلي، لو انا دخلت فيها معدل السريان الحجمي بيخرج من هناك معدل السريان الحجمي. بمعنى اللي داخل عندي، اللي داخل اهو هو اللي خارج. يبقى احنا هنا اللي داخل هو الايه؟ اللي خارج. بمعنى كنا واخدين هنا قانون مهم جدا. ايه القانون ده؟ A1 V1 بيساوي
2 في 2. الاي دي بتعبر عن ايه؟ عن مساحة المقطع. طب الفي بيعبر عن ايه؟ عن السرعة عند المقطع. طب الاي 2 بتعبر عن ايه؟ مساحة المقطع التاني. طب الفي 2 السرعة عند المقطع التاني. القانون ده ممكن يتكتب بطريقة تانية. ايه الطريقة التانية؟ ممكن اكتب اهو ار تربيع 1 في 1 بتساوي ار تربيع 2 في 2. يبقى لو هو جاب لي في المسألة مساحات وسرعة بستخدم القانون ده. لو هو جاب لي في المسألة أنصاف أقطار وسرعات بستخدم القانون ده. القانون دوت اللي أنا حطيت له هنا باي وهنا باي هو المساحة، عشان احنا عارفين إن المساحة أهي، واكتبها لكم تاني وتالت ورابع. المساحة بتساوي باي ار تربيع، وخلي بالك ان الار دي نص القطر مش القطر. يعني لو هو جاب لي قطر اروح انا جايب نصه اللي هو بقسم على 2. لو قال لي القطر ب4 يبقى نص القطر ب2 وهكذا بقى. طيب يبقى انا ممكن استخدم القانون ده وممكن استخدم القانون ده. امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ لما يجي يقول لي انبوبه، مدخل ومخرج، علاقه بين سرعه ومساحه، علاقه بين سرعه ونص القطر. القانونين دولت ممكن اكتبهم بطريقه ثالثه. ايه الطريقه الثالثه؟ بصوا عندي هنا اهو V1 على V2. احنا قلنا الفي والايه علاقه عكسيه، يعني لو انا فوق انت تحت، لو انت تحت انا فوق. يبقى الفي 1 هنا يبقى الفي الاي 1 بتاعتها تحت عشان هم علاقه عكسيه اي 1. طب والفي 2 تحت يبقى الاي بتاعتها فين؟ فوق. يبقى هنا ايه 2. يبقى انا ممكن اكتبه بالشكل ده. الشكل ده صح، هو الشكل ده، هو الشكل ده. 3 اشكال صح. خد لك شكل واشتغل بيه. طب ممكن اكتب هنا بالشكل تاني. ايه الشكل اللي ممكن اكتبه هنا؟ ممكن اكتب اهو V1 على V2 بتساوي R2 تربيع على R1 تربيع. نفس الفكرة. كل اللي عملته هنا قسمت واحد على الاتنين. بمعنى انا بعمل ايه هنا عشان تبقوا فاهمين بس. دلوقتي اهو لو انا عايز اقسم V1 على V2 هرجع وايدي فاضيه؟ لا، هاخد معايا دي يبقى 2 على ايه 1. ممكن نجيبها بالطريقه دي او نجيبها بالطريقه بتاعتي. انا ما بحبكش هنزلك تحت، انا بحبك خليك فوق. الفي والاي علاقه عكسيه، يبقى احنا ما بنحبش بعض. يبقى انا لو في واحد فوق يبقى الاي واحد تحت، لو في 2 تحت يبقى الاي 2 فوق، والاي هي نص القطر. طيب دي كده الفكره. لو هو جاب لي الانبوبه دي، القوانين اللي احنا خدناها كلهم زي بعض، يعني مش عايزك تخاف، كلهم زي بعض، بس انا بديك كذا طريقه تحل بيها مش اكتر ولا اقل. طب لو هو جه بقى قال لي انا عندي انبوبه متشعبه. يعني ايه انبوبه متشعبه؟ دلوقتي انا عندي انبوبه اهي، دي انبوبه جت هنا كده واتشعبت لكذا شعبه. دي كده الانبوبه المتشعبه. طيب مش هغلب، حوار سهل. قلنا اللي داخل هو اللي خارج. اللي داخل عندي من فتحه واحده، اللي خارج عندي من 3 فتحات، يبقى ده هسميها 1، دي 2، دي 3، دي 4. هكتب القانون ازاي؟ انتوا اللي هتكتبوه مش انا. القانون اهو، اللي داخل عندي A1 V1. طب واللي خارج عندي A2 V2 بتاعت الانبوبه اللي فوق، زائد A3 V3 بتاعت الانبوبه دي، زائد A4 V4. يبقى اللي داخل 1، اللي خارج 3. يبقى انا جمعت كل الايه اللي خارج. بنستخدمها ازاي دي؟ كل اللي هيعمله هيديك كل ده وفي مجهول واحد، هنجيبه بطريقه سولف او نجيبه عادي نجمع هنا ونودي الناحيه الثانيه ونطرح. تمام؟ يبقى دي فكره لو جه قال لي الانبوبه ايه متشعبه، ودي فكره لو جه قال لي الانبوبه عاديه مش متشعبه. طيب الفكره الاخيره هنا في الحته ديت، لما يجي يقول لي الانبوبه متشعبه بس المساحات بتاعت التشعب متساويه. يعني ايه مساحات متساويه؟ يعني السرعات هي كمان متساويه. يعني بدل ما اقعد اكتب بقى الكلام ده واجمع، لا انا ممكن اعمل طريقه حلوه جدا. اكتب ايه؟ اكتب القانون ده، اكتب A1 V1
بتاعت المدخل بتساوي ان 2 في 2. الان دي بتعبر عن ايه يا مستر؟ الان اهي بتعبر عن عدد التشعب. يعني انا اتشعبت لكام شعبه؟ يبقى تاني لو هو جه قال لي مثلا انت عندك الانبوبه اتشعبت ل 100 شعبه، هل اقعد اجمع بقى 99 شعبه ولا 100 شعبه؟ اكيد لا. بكتب الان ده اللي هو عددهم. كل اللي هيعمله هيديني ايه 1 وفي 1 وان و2، يقول لي هات لي في 2، يبقى هيجيب لي هنا 4 ويطلب الخامس، مش اكتر ولا اقل. المسائل في السريان بتيجي حلوه وسهله لو احنا حافظين القوانين، لو احنا فاهمين القوانين. طيب كل اللي انا بعمله على فكره دي مش قوانين، دي افكار وانا بحاول نجمعها مع بعض. اخر فكره بتاعت ملء الخزان. ايه فكره ملء الخزان دي؟ تعالى نفتكرها مع بعض. انا عندي خزان هنا اهو، ده الخزان اللي عندي. خلاص يا بابا. عندي هنا انبوبه اهو، وعندي انبوبه ثانيه، وعندي انبوبه ثالثه، 3 حنفيات. بيجي يقول لي مثلا الحنفيه الاولى مثلا نفترض مثلا بتملى الخزان في ساعه 1 اور اهو. طب الحنفيه الثانيه بتملى الخزان بتاعي في مثلا نص ساعه. الحنفيه الثالثه بتيجي تملى الخزان بتاعي في ربع ساعه. طب يا ترى لو جينا فتحنا ال3 حنفيات مع بعض هيملوا الخزان في قد ايه؟ اكيد في وقت اقل من اي واحده فيهم. يعني اكيد هيملوا مع بعض، يعني هيساعدوا مع بعض، يعني اكيد هيملوا في اقل من ربع ساعه. طب ايه القانون اللي بنستخدمه لما يجي يقول لي ملء الخزان ب3 صنابير او صنبورين او 4؟ بستخدم القانون ده. القانون بتاعي بيقول لي اهو 1 على الزمن الكلي، يبقى هنا زمن كل اهو بيساوي 1 على الزمن الأول بتاعت الحنفية الأولى زائد 1 على الزمن الثاني زائد 1 على الزمن الثالث. طب لو عندي 4 حنفيات يبقى 1 على الزمن الرابع، عندي 5 1 على الزمن الخامس، هكذا. تمام؟ طب خلي بالي قوي من الحتة دي بقى. هجمع دول زي ما احنا بنعمل، طب الرقم اللي هيطلع اشقلبه. بمعنى انا مثلا جمعت دول كده اهو، طلع لي مثلا الرقم مثلا 2 على 3، يبقى الزمان بكام؟ ب3 على 2. طب لو الرقم طلع لي 7 يبقى الزمن بكام؟ ب7. يبقى الرقم اللي يطلع ما انساش لازم اشقلبه اهو، شقلب. يبقى الرقم اللي يطلع ايه اللي يحصل له؟ يتشقلب عشان اجيب الزمن. بمعنى تعالوا نحل المساله دي. هو بيقول لي الاولى في ساعه، الثانيه في نص، الثالثه في ربع. يلا نحلها مع بعض. يبقى كده اهو 1 على الزمن كلي، تعالى نكبر احنا تعبين نفسنا ليه؟ 1 على الزمن الكلي بيساوي 1 على الزمن الاولاني بكام؟ بساعه، يبقى هكتب 1 زائد. طب خلي بالكم لو هو طلبها مثلا بالدقايق يبقى 1 في 60. انت فاهمني؟ لو طلبها بالثواني يبقى 60 في 60. طب الثاني، الزمن الثاني كان بيملى في نص، يبقى اهو نص، اكتب تحت نص. طب الزمن الثالث كان في ربع، يبقى 1 على ربع. طب لما نيجي نجمع دولت بسم الله الرحمن الرحيم 7، يبقى كده 7 ساعات. طب هل ده الرقم بتاع الزمن؟ لا، ده الرقم بتاع الواحد على الزمن. طب لو انا عايز اجيب الزمن ذات نفسه اروح مشقلب الرقم، يبقى كده صبع ساعة. يبقى لما جيت فتحت ال3 حنفيات مع بعض مالوا الخزان في صبع ساعة. تمام؟ يبقى احنا الرقم اللي بيطلع من القانون ده بشقلبه. اوعى تنسى تشقلبه. ليه بقى؟ عشان هو في الاختيارات بيجيب لك الرقم اللي مش متشقلب اللي هو غلط، والرقم المتشقلب اللي هو صح. يبقى انا الرقم اللي يطلع لازم اعمل فيه اشقلبه. تعالوا نراجع سريعا كده القوانين بتاعت السريان قبل ما نحل عليه. يبقى احنا قلنا السريان كثافة السائل ما بتتغيرش،
يعني لو قال لي الانبوبه ضاقت وسعت، سرعه زادت قلت، الكثافه بتاعت السائل ثابته، عدد الخطوط ثابته، عدد الخطوط لا تتقاطع. العلاقه بين السرعه والمساحه علاقه عكسيه. العلاقه بين السرعه ومربع نص القطر علاقه عكسيه. يبقى السرعه ونص القطر ما لهمش علاقه ببعض، لا في علاقه بين السرعه ومربع نص القطر. خلي بالنا من الحته دي وهنحل سؤال عليها. طب العلاقه بين كثافه السريان والمساحه عكسيه. العلاقه بين كثافه السريان ومربع نص القطر عكسيه. يبقى انا عندي حاجه اسمها كثافه السائل، دي مالهاش اي علاقه بحاجه. طب وعندي حاجه اسمها كثافه السريان، دي عكسيه مع المساحه. خدنا القوانين. لو اتكلم عن الكتله يبقى معدل السريان الكتلي اللي هي الكتله على الزمن او الكثافه في المساحه في السرعه، يبقى ام على تي او رو اي في. وخلي بالي وحده قياسها كيلوجرام على الثانيه. طب لو هو اتكلم في مساله عن الحجم يبقى معدل السريان الحجمي بيساوي الحجم على الزمن او الاي في الفي. طيب وحده قياس معدل السريان الحجمي متر تكعيب على الثانيه. طيب لو اتكلم عن الكثافه والحجم والكتله جمعهم مع بعض استخدم قانون الكثافه. يبقى الكثافه بتساوي معدل السريان الكتلي على معدل السريان الايه الحجمي. طيب لو جيت اتكلم عن مدخل ومخرج، سرعه ومساحه، سرعه ونص قطر، انبوبه، بستخدم القانون ده. A1 V1 بيساوي 2 V2. او لو هو اتكلم عن انصاف اقطار يبقى R1 تربيع، واوعى تنسى التربيع، V1 بتساوي R2 تربيع V2. ممكن اكتبهم باشكال ثانيه. ممكن اكتبهم V1 على V2 بتساوي 2 على A1، او V1 على V2 بتساوي R2 تربيع على R1، عشان العلاقه بين السرعه والمساحه علاقه عكسيه. العلاقه بين السرعه ومربع نص القطر علاقه ايه عكسيه. طيب لو جه قال لي انبوبه متشعبه بكتب قانون التشعب، اللي داخل بيساوي اللي خارج. اللي داخل عندي A1 V1 بتاعت الفتحه الاولى. طب اللي خارج عندي 2 V2، 3 V3، 4 V4، بجمعهم مع بعض. طب لو جه قال لي عندي التشعب ده متساوي المساحه يعني متساوي السرعه، بكتب القانون ده بدل ما اقعد اجمع واتعب في قلبي. لا انا ممكن اكتب A1 V1 بيساوي N، الN ده بيعبر عن عددهم 2 V2. طب حساب ملء الخزان مهم، وافتكر انا قلت لك مهم. حساب ملء الخزان 1 على الزمن الكلي بيساوي 1 على T1 زائد 1 على T2 زائد 1 على T3 زائد الى ما لا نهايه بقى على حسب ايه عدد الانابيب اللي عندي او عدد الحنفيات اللي عندي. يبقى الرقم اللي بيطلع يا حبايبي هنشقلبه. طيب احنا كده رجعنا السريان، يلا بقى نحل على السريان. بيقول لي هنا في السؤال ايه؟ بيقول لي عندي انبوبتين، انبوبه اكس صغيره اهي مساحتها صغيره، وانبوبه واي كبيره مساحتها كبيره. مين فيهم هيتغير او مين فيهم الاكس فيه اكبر من الواي؟ هل الحجم اصلا بيتغير؟ لا. هل الكتله بتتغير؟ لا. عدد الخطوط بيتغير؟ لا. طب المساحه معلش السرعه عند المساحه الصغيره اكبر من السرعه عند المساحه الكبيره، يبقى نختار دي. يبقى سرعه الايه السائل. طيب بيقول لي هنا ايه بقى؟ بيقول لي سائل كثافته، يبقى دي الرو، يسري سريانا هادئا بمعدل 10 كيلو جرام على الثانيه. طب الكيلو جرام على الثانيه ده كان معدل السريان ايه؟ كتلي، يبقى ده كيو ام. داخل انبوبه مساحه مقطعها يبقى دي الايه، فان السرعه اللي هي الفي. اول ما شفت المساله ده هحط عليه قانون معدل سريان الكتلي اللي هو كان بيقول لي، تعال نكتبه اهو، كيو ام بتساوي ام على التي اللي هي بتساوي الرو في الايه في الفي. صح ولا مش صح؟ طب هل انا محتاج الام على التي ده؟ لا، اروح شايل اهو. يبقى ده بيساوي ايه؟ ده يبقى اهو كيو ام اللي هو عندي ب 10 بيساوي الكثافه اللي هي عندي ب 1000 في المساحه اللي هي عندي بنص في السرعه. يبقى انا كده مش ناقص لي غير السرعه. يبقى انا لو عايز اجيب السرعه من القانون دوت هجيبها بسولف او هقسم على اللي معاها. فهكتب القانون اهو بالبتاع عندي اهو بالازرق خلاص. يبقى كيو ام اللي هو ب 10 بتساوي الكثافه عندي ب 1000 في المساحه عندي بنص، طب في السرعه دي مجهول. يبقى انا لو عايز السرعه يبقى 10 على الرقم ده. تعالوا نحسبها. بسم الله. 10
على تطلع ماشي طلعت معايا ب2 من 100. طيب اللي بعده يسري الماء سريانا هادئا بسرعة، يبقى دي عندي الفي. ماشي في أنبوبة قطرها، طب هل أنا بحتاج القطر؟ لا بحتاج نص القطر. طب وشايفين سنتيمتر، هل ينفع بالسنتيمتر؟ لا عشان هنا السرعة بالمتر يبقى لازم أحولها. يبقى كده الار بتاعتي بتساوي 1 اللي هي نص القطر في 10 أس سالب 2، عشان لما أجي أحول من سنتيمتر للمتر بضرب في 10 أس سالب كام؟ 2. علما بأن الباي بيساوي بكذا هات لي اول حاجه حجم الماء المنساب خلال دقيقه. يبقى احنا لما شفنا الحجم هنكتب القانون بتاع معدل صيان الحجم. قانون معدل صيان الحجم تعالى نكتبه على جنب، اللي هو كيو فوليوم بتساوي الحجم اللي هو الفوليوم على التي. الحجم ده هو اللي عايزه، ها، اللي هو بيساوي الاي في الفي. طب التي هو مديها لي بدقيقه اللي هي هضربها في 60 عشان اجيب ثواني. طب الاي مديها لي مديها لي مش مديني نص القطر والمساحه باي ار تربيع. طيب الفي ب5. يبقى تعالى نحل المساله دي يلا. يبقى الحجم بيساوي الحاجه دي في الحاجه دي طرفين في وسطين، او ممكن تحلها بصرف واسهل. يبقى الحجم اهو فوليوم على الزمن اللي هي 60 بيساوي اللي عملته ده. السرعة عندي بكام؟ ب5. طب المساحة عندي بكام؟ باي اللي هي 3.14 في الار بكام؟ الار ب1. 1 في 10 سالب 2 لكل تربيع، عشان المساحة بتاعتي بتساوي باي ار تربيع. يبقى أنا عندي كل فاضل لي دي. لو أنا عايز أجيب الفوليوم يبقى 60 في الرقم ده. تعال نشوف تطلع بكام. طلعت معايا بالرقم ده 94,000. طيب تعالى نشوف اللي بعدها. بيقول لي الشكل البياني اللي قدامي ده بيعبر عن ايه؟ اول ما نشوف شكل بياني بروح اجيب ميله. بجيب ميله ازاي؟ بقسم اللي فوق على اللي تحت، يعني كيو ام على كيو فوليوم، اللي فوق على اللي تحت. طب الكيو ام على كيو فوليوم كان بيساوي ايه؟ الكثافه. يبقى هنختار احنا من عندنا ايه؟ كثافه، مش اكتر ولا اقل يعني. طيب تعالى نشوف السؤال ده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي يتدفق الماء في انبوبه افقيه، مساحه مقطعها يبقى ده الايه؟ يبقى ده المساحه، بس خلي بالك بالسنتيمتر تكعيب تربيع معلش. يبقى انا لو عايز احولها يبقى 10 في 10 أس سالب 4، عشان عايز احول من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع لسه واخدينها فوق، بضرب في 10 أس سالب 4 بمعدل الرقم ده متر تكعيب على الثانيه. طب متر تكعيب على الثانيه دي كانت بتعبر عن ايه؟ معدل سريان حجم. يبقى ده اهو كيو فوليوم، فإن سرعة السائل داخلها. طب تعالى نكتب القانون بتاع معدل سريان الحجم، نكتبه اهو. يبقى اهو كيو فوليوم كان بيساوي حاجتين، لا اما الفوليوم على التي او الاي في الفي. طب انا مش عايز الراجل اللي في النص ده، اروح شايل. يبقى كيو فوليوم بيساوي الاي في الفي. طب يلا نحلها. كيو فوليوم عندي بكام؟ 0.002 ده بيساوي. طب الاي عندي بكام؟ الرقم ده 10 في 10 سالب 4. طب السرعة عندي بكام؟ أنا عايزها. يبقى السرعة بتساوي الرقم ده على 10 في 10 أس سالب كام؟ 4. طب يلا نكتب الرقم ده اهو. 2 على 10 في 10 أس سالب 4 هيطلع لي في الآخر بكام؟ السرعة بتطلع عندي ب2. أروح مختار 2. يبقى هي أنا حافظ قوانين هعرف أحل، مش حافظ قوانين ومش فاهمها مش هعرف إيه أحل، مش أكتر ولا أقل. طب بيجي يقول لي هنا بقى إيه؟ ركز لي في السؤال ده عشان السؤال ده يعني فيه لعب شوية. بيقول لي أنا عايز إيه؟ عايز العلاقة بين كتلة بتاعت الأول على كتلة التاني، أو معدل الصريان الكتلي الأول على معدل الصريان الكتلي التاني، علما بأن إيه؟ الكثافة بتاعت A إلى B بتساوي 2 إلى 1. طب
عايزين اصلا نشوف العلاقه بتاعت الكتل. طب تعالى نشوف قبل ما نحل السؤال، تعالى نشوف الكتل هنجيبها ازاي، او معدل الصيانه الكتل هنجيبه ازاي. مش انا كان عندي قانون بيقول لي ان الكثافه بتساوي معدل سريان كتلي على معدل سريان حجمي؟ طب لو انا عايز اجيب معدل السريان الكتلي واحده في طرف، يبقى معدل السريان الكتلي بيساوي ايه؟ بيساوي اهو معدل السريان الكتلي بيساوي كثافه في معدل سريان حجمي، طرفين في وسطين مش اكتر ولا اقل. يبقى نشيل كل ده اهو، يبقى اهو معدل السريان الكتلي بيساوي الكثافه في معدل السريان الايه؟ الحجم. يعني كده هنقول ايه؟ معدل السريان الكتلي بيحب الكثافه، معدل السريان الكتلي بيحب معدل السريان الايه؟ الحجم. يبقى معدل السريان الكتلي بيحب الكثافه وبيحب معدل السريان الايه؟ الحجم. طب يلا نحل بقى السؤال. هو عايز يجيب ايه؟ يجيب العلاقه بين معدل السريان الكتلي اللي معدل السريان الايه؟ الحجم. يبقى معدل السريان الكتلي اهو بتاع ايه؟ الى معدل السريان الكتلي بتاع B، ده هيساوي ايه بقى؟ احنا قلنا بيحبوا الكثافه وبيحب الحجم، يبقى الكثافه بتاعت A في حجم A، معدل سريان حجم اهو، على كثافه B في معدل السريان الحجمي بتاع B، مش اكتر ولا اقل. طب يلا نعوض. الكثافه بتاعت A ب2، الكثافه بتاعت B ب1، يبقى تعالى نكتب اهو. يبقى معدل السريان الكتلي بتاع A على معدل السريان الكتلي بتاع B هيساوي 2 بتاعت A و1 بتاع B. طب معدل السريان الحجمي بتاع A هنجيبه من القانون ده، مش معدل السريان الحجمي بيساوي الحجم على الزمن؟ طب ال A 2 على 1 يبقى ب2. طب معدل السريان الحجمي بتاع B الفوليوم ب1، 1 على 1 اللي هي ب1، يبقى هنا 2 اهي. يبقى كده 2 في 2 ب4 على 1 في 1، يبقى هنختار من عندنا بكام؟ 4 على 1. هي مسألة لفة شوية بس ما فيهاش أي حاجة، جبناها برضو. طب بيجي يقول لي في الشكل البياني المقابل يوصل العلاقة بين معدل السريان الحجمي ومعدل السريان الكتلي لثلاث سوائل اكس وواي وزد، اكس وواي وزد كل منهم سريانا هادئا، فإن الكثافات بتاعتهم بالترتيب، يعني مين أكبر ومين أصغر. طب أول ما أشوف رسم بياني بنجري نعمل إيه؟ نجيب الميل. الميل بنجيبه إزاي؟ اللي فوق على اللي تحت، يعني أهو كيو فوليوم على كيو ام. طب هل ده بيجيب اي قانون؟ لا، ده ما بيجيبش قانون. الكثافه بتساوي كيو ام على كيو فوليوم. طب ده بيجيب ايه؟ 1 على الكثافه. يعني الرسمه دي مقلوبه، يبقى الاجابه بتاعتها هي كمان مقلوبه. بمعنى لو هنا عندي نفترض هنا كيو ام وهنا كيو فوليوم، ده افتراض يعني، كان هيبقى اكبر كثافه اكس ثم واي ثم زد، ده افتراض. لكن هو ما جابليش كده، هو جاب لي الرسمه مقلوبه، هنا كيو فوليوم وهنا كيو ام، يبقى الاجابه هي كمان مقلوبه. لو هو رخم عليا وقلب لي المساله، يبقى انا كمان هرخم عليه واقلب له الايه؟ الاجابه. يبقى كده اكبر كثافه زد ثم واي ثم اكس، يبقى نختار زد ثم واي ثم اكس اللي هي اختيار رقم د. نخلي بالنا من الحته دي عشان ساعات بيجيبها لي كده وانا افتكر ان الرسمه صح، لا الرسمه هنا مقلوبه معكوسه. تمام؟ طب اخر حاجه في السريان بيقول لي في الشكل اللي قدامي ده، هو جايب لي الشكل مشكورا والله، يعني دي انبوبه متشعبه، يبقى انا هستخدم قانون التشعب. قانون التشعب كان بيساوي ايه؟ تعال نكتبه هنا اهو، A1 V1 بيساوي، طب ليه عملت يساوي؟ عشان اللي داخل واحد بس، 2 V2 زائد A3 V3. هكتب زائد 4 في 4؟ لا طبعا، عشان هو بس فتحتين بس اللي خارجين. طب يلا نعوض. الاي واحد عندي بكام؟ 6 سنتيمتر تربيع. احنا ممكن نمشي بيها عادي، بس انا مش همشي بيها. انا عايز في الاخر امشي بالمتر تربيع على طول في اي مساله. يبقى انا هكتب اهو 6 في 10 سالب 4 عشان احول من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع، في الاي واحد قال لي بكام؟ ب 8، والاي عندي سي قال لي بكام؟ ب4. يبقى هنا 8 بيساوي A2 اللي هي بتاع B، يبقى هنا 2 في 10 سالب 4 في الفي عندي بي بكام؟
معرفش ده هو عايزها، قال لي هات لي السرعه عند بي، يبقى هنا في بي زائد الاي سي اللي هي ايه 3 4 في 10 اس سالب 4 عشان احول في الفي عندي سي بكام؟ قال لي ب4 بكتب 4. يبقى انا كده عندي كله مش فاضل لي غير في بي. تعالوا نحسبها يلا سوا. دي بقى اسهل حاجه نحسبها سولف، وانا عرفتكم ازاي تستخدموا سولف. مش عارفين تستخدموا سولف، هتضربوا دول في بعض وهتودوهم ومعلش هتودوهم الناحيه الثانيه بعكس الاشاره وتضربوا دول في بعض، والرقم اللي هيطلع هتقسمه على الرقم ده. هي لفه شويه، فاحسن تستخدموا سولف. طب تعالى نحسبها مع بعض. انا هحسبها بسولف اسهل لي الصراحه. على سولف انت بتكتب يعني بتكتب المعادله بالظبط بالشكل ده، هتكتب المعادله بالظبط اللي مكتوبه هنا، في الاخر تدوس شيفت سولف يساوي بيعالج اهو، طلعت معايا ب 16، روح مختار رقم 16 اللي هي رقم 1000. ده كده الدرس بتاع ايه؟ معدل السريان او درس السريان. الدرس الاخير في الفصل الرابع درس بيتكلم عن اللزوجه. يعني ايه لزوجه؟ تعال نشوف. دلوقتي لو انا عندي اهو اناء هنا واناء تاني، هنا حاطط فيه ميه وهنا حاطط فيه عسل. احنا ضربنا المثال ده. معايا هنا كوره وكوره هنا نفس الشكل. لو هرمي الاثنين هينزل في الميه اسرع ولا العسل؟ اكيد في الميه اسرع. يعني الماده اللي لزوجتها اقل الحركه فيها اسرع. طب الماده اللي لزوجتها اعلى السرعه فيها اقل. يبقى كل ما اللزوجه بتزيد كل ما السرعه بتقل، وكل ما الزمن اللي بتنزل فيه الكوره بيبقى ايه؟ ازيد. يبقى كل ما اللزوجه بتزيد الزمن بيزيد والسرعه بتقل. يبقى اللزوجه والزمن علاقه طرديه، اللزوجه والسرعه علاقه ايه؟ عكسيه. كل ما دي تزيد كل ما الزمن الحركه بيزيد والسرعه بتاعت الحركه بتقل. طب قانون اللزوجه نجيب لك بقى. قانون اللزوجه بكل بسهوله كنا بنقول ان الاف بتساوي ايتا اي في على الدي. الاف دوت بيعبر عن قوه اللزوجه. طب الايتا معامل اللزوجه، الاي مساحه بتاع المقطع اللي بيتحرك، الفي سرعه المقطع اللي بيتحرك، الدي الارتفاع او السمك. طيب يبقى كده ممكن اقول ان الاف طردي مع معامل اللزوجه. كل ما معامل اللزوجه زاد الاف زادت. الاف طردي مع المساحه، كل ما المساحه زادت معامل اللزوجه زادت. الاف طردي مع السرعه، كل ما السرعه زادت مع القوه ايه؟ زادت. طب الاف والدي علاقه عكسيه، يبقى الاف طرد مع كل اللي فوق وعكس مع ايه؟ اللي تحت. دي جري ازاي؟ بيقول لي عندي سائل معامل لزوجته زادت الضعف، يبقى ايه اللي يحصل للقوه؟ هتقل لي النص. طب جه قال لي المساحه زادت الى 4 امثال، ايه اللي هيحصل للقوه؟ هتقل للربع. معلش هتزيد هي كمان للاربع امثال. تاني لو جه قال لي ان المساحه دي زادت 4 امثال، ايه اللي هيحصل للقوه؟ هيتزيد هي كمان 4 امثال عشان هو بينهم علاقه طرديه. طب لو جه قال لي بقى هنا الارتفاع الارتفاع ده زاد 4 امثال، يبقى القوه هتقل للربع. طب لو الارتفاع ده زاد 8 امثال يبقى القوه هتقل للتمن عشان بينهم علاقه عكسيه. يبقى هنا لو حاجه زادت هتزيد هنا بنفس المقدار. طب لو هنا حاجه قلت اللي هي الدي ده قل، يبقى هنا هتقل بنفس الايه؟ المقدار. ممكن بقى يلعب لعبه خبيثه. ايه اللعبه الخبيثه؟ يقول لي هنا انا عندي المساحه زادت للضعف والارتفاع زاد للضعف، ايه اللي يحصل للقوه؟ الضعف يعني هنا 2 وهنا 2 هيشيلوا بعض يبقى القوه ثابته. طب لو جه قال لي السرعه زادت للضعف والعمق قل للنص، يعني كده هنا نص يعني 2 هتطلع فوق يبقى 2 في 2 ب4، يبقى لو دي زادت للضعف ودي قلت للنص يبقى القوه هتزيد 4 امثال. ممكن بقى يقعد يلعب نفس الالعاب دي كتير قوي في الحته دي. يبقى دي لو زادت دي هتزيد، دي زادت دي هتزيد، دي زادت دي هتزيد، دي زادت دي هتقل. طيب لو انا من الشكل اللي قدامي ده عايز اجيب القانون بتاع معامل اللزوجه طرفين في وسطين، كنا بنقول معامل اللزوجه اللي هو ايتا ده بيساوي طرفين في وسطين، يبقى اف قوه في الدي الارتفاع على الايه الفي. صح ولا مش صح؟ طب معامل اللزوجه هل ليه اي علاقه بدولت؟ لا،
معامل اللزوجة له علاقة بحاجتين، وهما الحاجتين أول حاجة كده نوع المادة. يعني ايه نوع المادة؟ أغير المادة. كان عندي مية جبت عسل، جبت جليسرين، جبت زئبق، غيرت المادة خالص، اسمها نوع المادة. طب تاني حاجة اسمها ايه؟ درجة الحرارة. طب ايه علاقة اللزوجة بدرجة الحرارة؟ علاقة عكسية. يعني كل ما بتزيد درجة الحرارة كل ما اللزوجة بتقل. طب كل ما بتقل درجة الحرارة كل ما اللزوجة بتزيد. مثال عشان نفهم، انا معايا شوية عسل رحت حطيتهم على النار، يعني بزود درجة حرارتهم، هاجي امسكهم الاقيهم بيخفوا، يعني اللزوجة بتاعتهم قلت. يبقى العلاقة بين اللزوجة ودرجة الحرارة علاقة ايه؟ عكسية. طيب فكرة الثلاث ألواح دي فكرة مهمة جدا. ايه الفكرة دي؟ أنا عندي لوح أهو، ولوح تاني، ولوح تالت، وجيت في النص كده بحاططهم بينهم سائل. هنا في سائل أهو، وهنا في سائل أهو كمان. باجي أقول لك إيه بقى؟ بقول لك هات لي القوة اللي بتأثر على اللوح الإيه؟ اللي في النص ده. أنا مثلا سميت ده 1، ده 2، وده 3. هات لي القوة اللي بتحرك الروح إيه؟ 2. طب ما القوة اللي بتحرك روح 2 هي عبارة عن مجموع القوة اللي بتحرك بتاعت أولى اللي هي F1، ومجموع القوة اللي بتحرك التالتة اللي هي F3. يبقى أنا ممكن أقول قانون سهل جدا. أقول إيه بقى؟ أقول F بتاعت 2 اللي هي اللوحة اللي في النص بتساوي إيتا A V على دي 1 اللي هو الارتفاع ده، زائد اللي هي القوة اللي بتأثر بتاعت 1، زائد إيتا A V على دي 3 اللي هي السمك ده والارتفاع ده. يبقى كل اللي عملته جمعت F1 و F3. طب الشكل دوت الإيتا والA والV هنا هم الإيتا والA والV اللي هنا. يبقى انا ممكن اخدهم عامل مشترك. في الاخر بستخدم القانون النهائي اللي انا هديهولك دلوقتي ده. لو انا عايز اجيب الاف اللي بتاثر لما يكون عندي 3 الواح، يبقى القانون بتاع 3 الواح هستخدم القانون ده. هستخدم ايتا A V في افتح قوس 1 على دي 1 زائد 1 على دي 3. طب تعالوا نترجم. الايتا معامل اللزوجة، الاي المساحه بتاعت المقطع اللي بيتحرك، الفي السرعه اللي بيتحرك بيها المقطع. طيب الدي 1 الارتفاع بين اللوح الاول والثاني. طب الدي 3 الارتفاع بين اللوح الثالث والثاني. يبقى ديت الافكار بتاعت الايه؟ اللزوجه. عندي فكره اخيره في اللزوجه تعال نكتبها هنا. لو انا عندي دلوقتي نفترض مثلا ده بحر، نفترض، او مثلا بسين، اي حاجه من الحاجات دي، وعندي هنا 3 نقط. نقطة هنا على الشط فوق خالص كده اسمها ايه؟ نقطة في النص هنا اسمها بي، نقطة تحت في القاع اسمها ايه؟ سي. طيب أنهي واحدة فيهم أسرع؟ اللي فوق. مثال لو أنا مثلا دلوقتي بعوم، فبعوم على الشط ببقى سريع. طب الحركة بتاعت الشط ذات نفسها أو حركة الأمواج فوق سريعة. طب لو لبست نضارة غطس ونزلت بحس ان الميه بتتحرك بس بأبطأ. طب لو نزلت في الاعماق بقى خالص بحس ان الميه اصلا ما بتتحركش. يعني كده الفي بتاعت ايه؟ سرعه ايه اكبر من سرعه بي اكبر من سرعه اي سي. يعني كل ما الارتفاع ده بيقل كل ما السرعه اللي بيحصل لها بتقل. يبقى كل ما الارتفاع ده بيقل كده السرعه اللي بيحصل لها بتقل. كل ما الارتفاع ده بيكبر كل ما السرعه هي كمان ايه؟ بتكبر. اصلا الفي عند سي دي بتساوي كام؟ بتساوي 0. يبقى ليه؟ ما النقطه بتاعت سي دي لازقه في الجدار وسرعه الجدار بصفر، وهي سرعتها من سرعه الايه؟ الجدار. يعني الفي هنا بتساوي اصلا يعتبر 0. طب الفي هنا اكبر ما يمكن، يبقى هنا في ماكس اكبر ما يمكن. طب تعالوا بقى نحل يلا على الدرس بتاع اللزوجه. سموا الله، صلوا على النبي. بيقول لي مقاومه السوائل لحركه الاجسام، اللزوجه اكيد. طيب إذا قل فرق السرعة بين طبقتين من سائل عند تأثير قوة ممسية على الطبقة العلوية منه فإن معامل اللزوجة السرعة قلت. إيه علاقتها بمعامل اللزوجة؟ معامل اللزوجة ما بيتغيرش غير بحاجتين: درجة الحرارة ونوع المادة، يبقى يظل ثابت. خلوش يلعب معايا. طب عند انخفاض درجة حرارة السائل
فين معامل اللزوجه؟ قلنا علاقه عكسيه، لو درجه حراره قلت يبقى اللزوجه تزداد. طيب يلا اللي بعده. بيقول لي تقل سرعه الامواج البحر تدريجيا كلما اقتربنا من الشط بسبب. تقل ليه؟ علشان الارتفاع، كنا لسه بشرحها اهي، الارتفاع بيقل، يبقى نقص العمق. نقص العمق. طب سقطت كرة معدنية خلال ماء مرة وخلال عسل مرة، مين اللي زوجته أعلى؟ العسل. فإن العلاقة بين متوسط القوة اللي سقطت في المية اللي هي F1 إلى متوسط القوة اللي سقطت في العسل اللي هي F2، أكيد مين اللي كانت الكرة بتتحرك فيه بقوة أكبر؟ أكيد F2 عشان اللي زوجته أكبر، يبقى F2 أكبر من F1. طيب جايب لي في الشكل ده، بيقول لي في الشكل اللي قدامي ده عندي كورتين، كرة إكس وكرة واي من نفس الارتفاع سقطوا مع بعض على نفس الحجم، مرة من المية ومرة من الزيت. فإن السرعة، بيقول لي السرعة هنا الزيت لزوجته أعلى فالسرعة فيه أقل، فأكيد السرعة في المية أكتر بكتير. يبقى أنا أهو سرعة إكس اللي هي بتاعت الزيت دي أكيد أقل، يبقى سرعة إكس أكيد أقل من سرعة واي. طالما اللزوجة أكبر يبقى السرعة أقل. طيب هنحل اللي بعده. بيقول لي إيه؟ من وحدات قياس معامل اللزوجة؟ وحدات قياس معامل اللزوجة كانت نيوتن، ما قلتهالكوش، نيوتن في ثانية على المتر تربيع. دي كده واحدة. طب الوحدة التانية كيلو جرام على المتر في الثانية، أو هي كيلو جرام في متر أس سالب واحد في ثانية أس سالب واحد. يبقى أنا ممكن أختار كيلو جرام في متر أس سالب واحد في ثانية أس سالب كام؟ واحد. طيب يلا نخش في المسائل بقى. بيقول لي طبقة سمكها إيه؟ يبقى ده الإيه صح؟ معلش ده سيبوا الحتة دي، سمكها يعني الطبقة دي سمكها كذا. من سائل معامل لزوجته، يبقى ده معامل لزوجة اللي هو الإيتا. موضوع بين لوحين مستويين. طب يبقى احنا كده عرفنا دي فكرة الثلاث ألواح، عنده لوح محطوط بين لوحين، يبقى ده ثلاث ألواح. أول ما أسمع الفكرة دي أروح حاطط القانون بتاع ثلاث ألواح. القانون بتاع الثلاث ألواح اللي هو كان بيساوي إيه؟ تعالى نكتبه هنا أهو. الإف بتساوي إيتا A في واحد على دي واحد زائد واحد على الدي تلاتة أو دي اتنين، مش فارقة يعني. بين لوحين أفقيين متوازيين، فإن مقدار القوة اللازمة، هو عايز الإف أهو، لتحريك اللوح الرقيق مساحته، يبقى دي الإيه. عدى يبقى دي المساحة أهي الإيه هنا. بين لوحين موازين لهما بعدي يبقى بيقول لك اللوحين دولت واحد بيبعد عن التاني بمسافة 2، يبقى دي واحد. ده كده البعد الأولاني اللي هو دي واحد. قال لك في لوح بيبعد عن اللوح اللي في النص ده بمسافة 2 سنتيمتر، وخلي بالك دي سنتيمتر، يبقى أنا هحولها للمتر، من سنتيمتر للمتر بضرب في 10 أس سالب 2 بسرعة، يبقى دي الفي. طب مش أنا عندي أصلا السمك كله 8، في واحد بيبعد عن التاني ب2، يبقى الفوق ده بيبعد عن التاني بكام؟ ب6، أصل كلها أصلا 8، أنا خدت مرة 2 يبقى الباقي كام؟ 6. يلا نحل. يبقى الإف عندي أهي بتساوي الإيتا بكام؟ 8/10 في المساحة بكام؟ 5/10 في السرعة بكام؟ 2 في أفتح قوس فوق 1 1. طب الارتفاع الأول 1 على 2 في 10 أس سالب 2. ليه ضربنا في 10 سالب 2؟ عشان نحول من سنتيمتر للمتر. طب الثانية 1 في 6 في 10 أس سالب 2. أنا جبت ال6 منين؟ ما أنا خدت مرة 2، يبقى هنا أهو الدي 3 بتساوي الرقم كل ده ناقص ال2 اللي خدتها اللي هي ب6. تمام؟ أكتب كل ده على الآلة وشوف هيطلع لي بكام. اف بيساوي 8/10 في 5/10 في 2 افتح قوس 1 على 2 في 10 أس سالب 2 زائد 1 على
6 في 10 أس سالب 2 يساوي طلع عندي اهو ب 53.3 نيوتن طبعا، عشان دي بقيس بيها ايه؟ القوه. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي طبقه سمكها اكس، يبقى ده الدي بتاعي. السمك اللي هو الارتفاع، يبقى الدي بتاعه اهو اكس من سائل معامل لزوجته، يبقى دي الايتا. طب محصور بين لوحين احدهما ساكن والاخر مساحته، يبقى دي الايه. طيب يتحرك بسرعه منتظمه مقدارها جاب لي الازاحه وجاب لي الزمن، ما جابليش السرعه. طب احنا عارفين ان السرعه بتساوي ازاحه على زمن، يبقى الفي عندي اهي، الفي عندي اهي، تعالى نكتبها هنا اهي، بتساوي الازاحه على الزمن اللي هي بتساوي 100 على الأربعة، اللي هو الزمن عندي ب4، يبقى في الآخر السرعة بتاعتي هتطلع ب25 إكس، دي كده السرعة. طب فإن القوة اللازمة، قانون القوة العادي بتاعي الإف بيساوي إيتا إيه في على الدي. يلا نعوض. الإيتا عندي بكام؟ 2/10. طب الإيه عندي بكام؟ شايفين الايه؟ 2 سنتيمتر. طب هل ده ينفع؟ لا، احول من سنتيمتر لمتر. هو المفروض هنا سنتيمتر اصلا تربيع، معلش. يبقى انا هحول من سنتيمتر تربيع لمتر الايه؟ التربيع. يبقى اكتب 2 في 10 أس سالب 4 في السرعه عندي بكام؟ 25 اكس. يبقى اكتب 25 اكس، اكتب اكس زي ما هي كده على الارتفاع بتاعي او السمك بتاعي بكام؟ باكس. طب ما الاكس ده هتروح مع الاكس دي، يبقى انا ممكن اشيل الاكس اللي تحت دي. لا ارجع تاني يا جدع، ارجع تاني واشيل الاكس دي اهي، يبقى بالشكل اللي قدامي ده. كل ما انتوا شلت الاكس اللي تحت مع الاكس اللي فوق طيرتهم مع بعض. طب اكتب الرقم ده، شوف يطلع لي بكام على الاله. 2/10 في 2 في 10 أس سالب 4 في 25. بسم الله. طلع لي 1 في 10 أس سالب 3. الواحد كده كده ملوش لازمه، فهكتب 10 أس سالب كام؟ 3. يبقى طلعت معايا في الاخر بكام؟ ب1 في 10 أس سالب 3. وكده كده الواحد ملوش لازمه، فهكتب 10 أس سالب كام؟ 3 لما جينا حسبنا الحته دي. طب كده الحمد لله احنا خلصنا الفصل الرابع كله. الفصل الخامس عندنا فيه جزئيه اللي هي بتاعه الضغط، والضغط عند نقطه في باطن ايه؟ سائل. سموا الله. لو عايزين تاخدوا ريست خدوا ريست، وتعالوا بقى كملوا بقى الفيديو. صلوا على النبي. يعني ايه ضغط؟ دلوقتي لو انا واقف ورحت حاطط فوقيه طبق صغير، ده مثال، رحت شلت الطبق الصغير ده، رحت جايب طبق كبير كده، رحت حاططه فوقيه، قوته كبيره. امتى احس ان في ضغط جامد عليا؟ لما كنت حاطط الطبق الكبير. يبقى انا الضغط ده الحاجه اللي بتضغط عليا من ايه؟ من فوقي، صح؟ يعني بتضغط عليا عمودي، صح ولا مش صح؟ ده اول حاجه. يبقى الضغط هو القوه العمودية على وحدة المساحات. ده تعريف الضغط. طب القانون بتاع الضغط بنرمز بالرمز بي. لا، الضغط بنرمز بالرمز بي. بريشر بيساوي الاف اللي هو القوة على المساحة. يبقى الضغط بيساوي القوة على الايه؟ على المساحة. يعني كده الضغط والقوة علاقة طردية، كل ما القوة بتزيد كل ما الضغط بيزيد. الضغط والمساحة علاقة عكسية، كل ما المساحة بتزيد كل ما الضغط بيقل، كل ما المساحة بتقل كل ما الضغط بيزيد. يعني انا دلوقتي لو انا عايز اجيب ضغط كبير قوي يبقى المساحة قليلة قوي. طب لو انا عايز اجيب ضغط قليل يبقى اكبر المساحه. نفس الفكره اللي احنا كنا واخدينها لو حد لابس كوتشي وفي واحده مثلا لابسه كعب مساحته صغيره، لو اللي لابس كوتشي ضغط على رجلك مش هتحس بالضغط جامد. طب اللي لابسه كعب لو ضغطت على رجلك هتحس بوجع جامد قوي، يعني في ضغط ايه؟ جامد. طب وحده قياس الضغط في عندي 3 وحدات. اول وحده حاجه اسمها، تعالى نجيبها اصلا من القانون، احنا بلاش نجيبها من الحته دي اصلا، تعالى نجيبها من القانون. دلوقتي وحده قياس الضغط، مش انا عندي هنا الاف ده نيوتن والاي دي
متر تربيع، فانا ممكن اول واحده اقولها ايه؟ نيوتن على متر تربيع. كل اللي عملته جبتها من القانون. طب لو انا فكيت النيوتن للقانون بتاعها اللي هو كيلو جرام في متر في ثانيه اس سالب 2، ممكن اطلع لي بقانون تاني اللي هو كيلو جرام في متر اس سالب 1 في ثانيه اس سالب 2. طب ممكن اقول حاجه ثالثه، حاجه اسمها باسكال اللي هو بي ايه. اسمها ايه؟ باسكال، نسبه للعالم ايه؟ باسكال. يبقى عندنا دول 3 وحدات لقياس الايه؟ الضغط. وفي عندي جول على المتر تكعيب. في عندي ايه؟ جول على المتر تكعيب. طيب يبقى عندي بقى دلوقتي حته مهمه جدا، هي اصلا مش عليكم بس لازم ناخدها، حاجه اسمها تحليل القوه. يعني ايه تحليل القوه؟ تعالى ناخدها في الحته دي. دلوقتي لو انا عندي اهو دي مساحه، دي مساحه، دي مساحه، دي مساحه. احنا قلنا ايه لو انتوا فاكرين؟ الضغط هي القوه العموديه على وحده المساحات. لو انا عندي القوه نزلت بالشكل ده يعني عمودي، يبقى دي اكبر ما يمكن، صح ولا مش صح؟ طب انا لو عندي القوه نازله بزاويه كده، بزاويه كده، طب لو هو الزاويه دي مديهالي مع الافقي بستخدم حاجه اسمها ساين. طب لو هو الزاويه دي بقى اديهالي مع الرأسي، يعني اديهالي هنا، يعني احلل القوه كده بستخدم هنا كوزاين. هنفهمها اكتر، انا كده هشرحها بس انا كاتبها لكم هنا دلوقتي. طب لو هو اصلا القوه بتاعتي، لو القوه بتاعتي موازيه، يبقى هل كده في ضغط؟ لا، يبقى الضغط عندي اقل ما يمكن اللي هو بصفر. طب تعالى نحلل الحته دي، نحللها اكتر شويه. انا هكبر كده شويه بس عشان نفهم في الحته دي. دلوقتي لو انا عندي شباب، لو انا عندي القوه نازله بزاويه، يعني ايه نازله بزاويه؟ يعني هي كده ولا على المحور السيني، ولا هي هنا، ولا هي على المحور الصادي، هي بين البنين، صح ولا مش صح؟ طيب لو هي مديني الزاويه اللي على المحور الموازي، لو اداني هنا الزاويه دي، كنا بنقولها ايه في الرياضه؟ مطرح ما الزاويه تنام حط جيب التمام. يعني هنا هتبقى كوزاين سيتا، وهنا هتبقى ساين سيتا. طب هل انا اصلا محتاج دي؟ لا، احنا بنقول عايزين نجيب القوه عموديه. يبقى لو هو جه قال لي القوه بتعمل زاويه مع الموازي، يبقى بختار الساين سيتا. طيب تعالى ناخد مثال تاني. دلوقتي لو انا عندي القوه اهي نازله كده، احللها محور موازي ومحور ايه؟ عمودي. جه اداني الزاويه اللي هنا اللي هي مع العمودي، يبقى قلنا ايه؟ مطرح ما الزاويه تنام حط جيب التمام. يبقى حط جيب التمام عندها، يبقى هنا كوزاين سيتا وهنا الساين سيتا. يبقى انا هاخد الكوزاين سيتا. يبقى لو الزاويه نازله بميله، لو اداني الزاويه اللي بتصنع زاويه مع الموازي يبقى ساين سيتا. طب لو اداني الزاويه اللي بتصنع مع العمودي يبقى كوزاين سيتا. تعال بقى نرجع للشكل التاني عشان نفهم اكتر. الشكل قدامي اهو، لو القوه عموديه يبقى الضغط بتاعي بيساوي اف على ايه. طب لو القوه بتصنع الزاويه مع الموازي يبقى الضغط بتاعي اف ساين سيتا على ايه. طب لو القوه بتعمل زاويه بس مع العمودي يبقى الضغط بيساوي اف كوزاين سيتا على الايه. طب لو هو موازي اصلا، يعني القوه موازيه، يبقى الضغط اصلا بكام؟ بصفر. يبقى اكبر ضغط لو نزل عمودي، اقل ضغط لو نزل موازي. طب تعالوا بقى يلا نحط القوانين بتاعتنا، احنا كده فهمناها. لو جه قال لي الضغط عمودي، تعالى نكتب بالازرق احسن. قال لي الضغط عمودي يبقى البي بيساوي اف اللي هي القوه على ال المساحه. طب لو جه قال لي تصنع زاويه مع العمودي، يبقى دي كوزاين اهي. قال لي عمودي يبقى دي ايه؟ كوزاين. يبقى البي عندي بتساوي ايه؟ بتساوي اف كوزاين سيتا على الايه. طب لو جه قال لي تصنع زاويه مع الموازي، موازي يعني ايه موازي؟ يعني ساين
يبقى البي بتاعتي بتساوي اف ساين سيتا على الايه. يبقى لو قال لي عمودي مع العمودي كوزاين مع الموازي ساين. طب لو جه قال لي عمودي يبقى دي اف على ايه. طب لو جه قال لي ما بتصنعش زاويه او بتبقى موازيه يبقى البي بكام؟ بصفر. يبقى تعالى نرجع الحته دي كده تاني. يبقى اهو لو جه قال لي القوه عموديه البي بتساوي اف في ايه. الحته دي مهمه جدا. لو جه قال لي تصنع زاويه مع العمودي يبقى اف كوزاين سيتا على ايه. طب لو قال لي تصنع زاويه مع الموازي اف ساين سيتا على ايه. طب لو جه قال لي اصلا القوه موازيه يبقى القوه عندي بكام؟ بصفر. طب القوانين اللي هكتبهم دول مهمين جدا. جه قال لي ايه؟ عايز اكبر ضغط. يعني ايه اكبر ضغط؟ انا هرسم مثلا اهو ده مستطيل اهو، تمام؟ عندي مستطيل بالشكل ده مثلا. طب وجه قال لي مثلا الاطوال بتاعته 2 و4 و6. دي اطوال اضلاعه 2 و4 وكام؟ و6. عايز يحط المستطيل في حيث انه يكون بيجيب اكبر ضغط، يعني هحطه على اقل مساحه. يبقى لو جه قال لي اكبر ضغط يبقى اقل ايه؟ مساحه. القانون اللي هستخدمه لما يجي يقول لي اكبر ضغط يبقى البي بتساوي الاف بتاعتي على اقل مساحه. يبقى هحط هنا اهو بي ماكس اكبر ضغط، يبقى اقل مساحه عندي اللي هو كام؟ اقل مساحه ميني. يبقى بي ماكس وايه ميني. يعني لو انا عايز اجيب هنا اكبر ضغط هختار اقل حاجتين. يبقى هحط الشكل على 2 وكام؟ و4. يبقى القانون بتاعي اف بيساوي البي بتساوي اف على 2 في 4. الشكل اللي قدامي ده خدت اقل مساحه. طيب اللهم صل عليك يا نبي. لو جه قال لي اقل ضغط البي بيساوي اف على ايه عادي. طب ده عايز اقل ضغط، يعني هو عايز البي ميني، يبقى احط له اكبر مساحه ماكس. صح ولا مش صح؟ طيب يعني فين هنا اكبر مساحه؟ الستة ولا 4؟ يبقى هحط هنا البي بتساوي اف على 6 في 4. يبقى لو هو جه قال لي عايز اقل ضغط بختار له اكبر مساحه. لو جه قال لي عايز اكبر ضغط بختار له اقل مساحه. طب استفدنا ايه بالحته دي؟ عارفين انتوا العربيات التريلا والكلام من ده دي بتبقى القوه بتاعتها كبيره. تلاحظ العربيات التريلا غير العربيات العاديه. العربيات العاديه بتبقى ماشيه على 4 عجلات، لكن العربيات اللي قوتها كبيره ممكن تبقى ماشيه على 12 عجله 14 عجله 16 عجله. ليه حاطين كل العجل ده؟ علشان نكبر المساحه، فالقوه الكبيره على مساحه كبيره يدينا ضغط عادي، تمام؟ يدينا ضغط متزن يعني على الطريق. طب احنا كده القوانين دي بتاعت الضغط العادي. عندنا بقى حاجه تانية اسمها الضغط في باطن سائل. باقي الفصل ده كله بيتكلم عن الضغط في باطن ايه؟ سائل. طب يعني ايه ضغط في باطن سائل؟ صلوا على النبي. انا دلوقتي هنا اهو عندي ده اناء وعندي هنا اناء. هحط هنا ميه وحاطط هنا برضو ميه. بيقول لي في حاجه اسمها نظام مغلق ونظام مفتوح. يعني ايه نظام مغلق؟ نظام مغلق يعني انا جيت قفلت اهو، قفلت الاناء، ده كده نظام مغلق. طب نظام مفتوح اللي هو مفتوح على الايه؟ على البحر كده، يبقى ده نظام مغلق ونظام ايه؟ مفتوح. لو انتوا فاكرين قانون الضغط اللي كنا واخدين اللي هو البي بيساوي اف على الايه. انا عندي قانون ضغط احنا استنتجناه مع بعض. لما يجي يقول لي في الميه والكلام من ده بقول بقى القانون ده مهم جدا. البي بيساوي رو جي اتش. يبقى انا عندي القانون ده والقانون ايه ده. القانون ده بستخدمه في الضغط الطبيعي العادي، لكن ده بستخدمه في الايه؟ في باطن سائل. طيب ايه الرو دي بتعبر عن ايه؟ عن كثافه السائل. طب الجي دي بتعبر عن ايه؟ عجله الجاذبيه الارضيه وهو بيديها لي. طب والاتش بتعبر عن ايه؟ عن الارتفاع. بمعنى احنا قلنا ان الضغط الحاجه اللي بتضغط عليا من فوق، صح ولا مش صح؟ يعني اكيد النقطه دي غير النقطه دي غير النقطه دي.
اكبر واحده في الضغط اخر نقطه. ليه؟ كل ده بيضغط عليها. طب النقطه ديت مين بيضغط عليها؟ اللي فوقيها ده بس. طب النقطه دي مين بيضغط عليها؟ اللي فوقيها ده بس. تمام؟ يبقى كل ما الاتش بيزيد، كل ما العمق عندي بيزيد، كل ما الضغط هو كمان ايه؟ بيزيد. يبقى كده علاقه طرديه ضغط والكثافه، كل ما الكثافه زادت كل ما الضغط عندي زاد. عندي علاقه طرديه بين الضغط وعجله الجاذبيه، كل ما عجله الجاذبيه زادت كل ما الضغط ايه؟ زاد. عندي علاقه طرديه بين الارتفاع او العمق لتحت، والضغط، كل ما العمق اللي تحت ده زاد كل ما الضغط عندي زاد. طيب هنفهم الحته دي. ده كده في النظام الايه؟ المغلق. النظام المغلق يعني الميه ما بتتعرضش للضغط الجوي. يعني ايه اصلا ضغط جوي؟ دلوقتي احنا موجودين في الدنيا، في عندي غازات من فوق دماغي اهي لحد الغلاف الجوي. الغازات دي بنسميها ايه؟ ضغط جوي. بنرمز لها بالبي ايه. البي دي مش لسه واخدينها مستر اللي هي باسكال؟ في حاجه اسمها باسكال، وفي حاجه تانية اسمها بي اير. اير يعني ضغط ايه؟ جو. برمز لها بقى بأني رمز بي ايه. يبقى البي ايه دوت اللي هو الضغط الايه؟ الجوي. طب هل هنا في ضغط جوي؟ لا، ما انا قافل النظام. طب هنا في ضغط جوي؟ في ضغط جوي. ما في ضغط بيضغط على السائل اهو. تمام؟ يبقى انا ممكن اكتب هنا القانون بتاعي ايه؟ الضغط هنا في السائل بيساوي رو جي اتش، ركز بقى قوي بقى، زائد البي اير. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ لو هو جاب لي نظام مغلق يبقى الضغط بيساوي رو جي اتش، كثافه في عجله الجاذبيه في ارتفاع او عمق. طب لو هو جاب لي نظام مفتوح كده يبقى الضغط بيساوي رو جي اتش زائد بي اير، يعني كثافه في عجله الجاذبيه في عمق زائد الضغط الجوي. بمعنى لو انا جبت لك نقطه هنا، اهي، وقلت لك هات لي الضغط بتاعها، يبقى الضغط اللي عليها هو الكثافه وعجله الجاذبيه والارتفاع ده كله زائد الضغط الجوي اللي هو البي اير. تمام ولا مش تمام؟ يبقى لو هو جاب لي نظام مفتوح كده بحط الضغط الجوي، جاب لي نظام مغلق بشيل الضغط الجوي ما بحطوش. تعال نشوف مثال زي ده. صلي على النبي. انا عندي نقطه A B C، هي ممكن ما تبقاش باينه قوي عشان بكسلها. طب كبر كده. عندي A B C. النقطه A دي ده نظام مفتوح صح؟ يبقى كلهم بيتعرضوا للضغط الايه؟ النقطه A دي مين بيضغط عليها؟ الضغط الجوي بس. طب النقطه B ايه اللي بيضغط عليها؟ هنا ميه وهنا زيت او زئبق. يبقى هنا اللي بيضغط عليها الرو والجي والاتش ده واحد زائد الضغط الجوي. طب النقطه C مين بيضغط عليها؟ 3 حاجات. اول حاجه الرو والجي والاتش 2 زائد الرو والجي والاتش 1 زائد الضغط الايه؟ الجوي. تعال نكتبهم يلا مع بعض. يبقى انا عندي اهو البي اير او البي بتاعت النقطه ايه اللي هي اول نقطه هنا ده مين بيضغط عليها؟ بي ايه بس. طب لو انا عندي النقطه بتاعت النقطه بي، الضغط عند النقطه بي مين بيضغط عليها؟ الرو ميه والجي والاتش 1 اللي هو ده زائد الضغط الجوي. طب لو انا عايز اجيب الضغط عند النقطه سي اللي هي بي سي، يلا مع بعض قولوا معايا. يبقى الرو بتاعت الزئبق اللي هو اتش جي في عجله الجاذبيه في اتش 2 زائد الرو بتاعت الميه في عجله الجاذبيه في الاتش 1 زائد البي اير. شايفين الفرق ما بينهم؟ يبقى انا بشوف النقطه اللي بيضغط فوقيها، بجمع كل اللي بيضغط ايه؟ فوقيها. طيب ده كده اللي المفروض علينا، في الدرس بتاع ايه؟ الدرس الاولاني اللي هو بتاع الضغط، والضغط عند نقطه في باطن ايه؟ سائل. طب يلا نحل بقى كام سؤال كده على الضغط، وركز لي وانت بتحل الاسئله. بيقول لي عندي 4 مكعبات، امتى احطهم علشان احصل لاكبر ضغط؟ قلنا احصل اكبر ضغط لما يكون المساحه قليله جدا. طب هنا عندي مساحه 3 مكعبات،
هنا عندي مساحه مكعبين وفي 2 مكعبين يبقى كده 4 او 2 يا ستي، وهنا عندي مساحه مكعبين، هنا عندي مساحه مكعب واحد. يبقى اكبر ضغط لما كنت عند اقل مساحه اللي هي ده. طيب بيقول لي يكون الضغط عند نقطه قيمه عظمى عندما تكون القوه عموديه، مش تكون نازله ممثله اللي هي موازيه، او تبقى نازله بميل. لا، عموديه دي اكبر ضغط. طيب الشكل الثاني يعبر عن اسطح مستويات مختلفه المساحه يتاثر كل منها بقوه مختلفه، فاي منها يكون الضغط المؤثر عليه اقل. يعني هو دلوقتي عايز يجيب ايه؟ يجيب اقل ضغط، يبقى عايز الضغط المؤثر عليه عند اقل سطح، عايز يجيب اقل ايه؟ ضغط. طب انا هنا هجيب له بقى اقل ضغط واكبر ضغط. انا صعب المساله شويه عليا، هجيب له اقل ضغط واكبر ايه؟ ضغط. طب الضغط كان بيساوي ايه؟ الاف على الايه، بس نازله بزاويه، فهتبقى هنا البي بتساوي اف ساين سيتا. الاف هنا بكام؟ بواحد صح؟ والايه بواحد، يبقى ممكن اشيل الاف دي واحط مكانها واحد عشان اريح دماغي بقى وانجز على طول. يبقى الاف اللي هو واحد في ساين 30. ليه اخترت ساين يا مستر؟ عشان بتاع صناعه زاويه مع الايه؟ مع الوازي. على الايه بكام؟ بواحد، عشان هو مديني الايه هنا بواحد. طب ده كده هناك اشوف تطلع بكام بقى على الاله. طب هنا يبقى هنا البي بتساوي 2 اف، يعني هكتب 2 في برضو هنا ساين 60 على الايه كام؟ ب2. طيب هنا يبقى هنا الاف عندي ب اهي بتساوي نص في حاجه، لا يبقى هو نص بس على الاثنين. يبقى نص على الكام؟ على الاثنين اللي هتدينا في الاخر ربع. طب ده هيدينا ربع، ماشي. طب هنا هحسبها ازاي؟ دي كلها 180، فانا هقطع كده، يبقى دي فاضل 30، يبقى دي بكام؟ ب 60. يبقى البي هنا هتساوي 2 في كوزين 60 على النص. تعالوا بقى نحسبهم مع بعض. اللهم صل عليك يا نبي. دي هتطلع عندي بجذر 3 اللي هي نص، وهنا ساين 60. ده هنا هيطلع عندي بكام؟ 8/10. هنا تطلع بنص، وهنا ب8 كام؟ من 10. دي طلعت بكام؟ بربع. دي لحد دلوقتي اقل واحده. طب دي تطلع بكام بقى عندي؟ يلا نحسبها. 2 في كوزين 60 على النص، طلعت عندي ب3 وحاجه. يبقى دي كده اهي، دي اكبر واحده. ده لو هو عايزها، بس هو كان عايز مين؟ اقل واحده اللي هي بكام؟ بربع. دي كان ده اللي كده، دي الاجابه الصح اللي هي اقل واحده. لو كان عايز اكبر واحده كنت جبت دي. انا بس حلت لكم كل الطرق اهو. طيب يقاس الضغط بوحده كل من ما يلي ما عدا دي. ده صح كنا كاتبينه، ده صح، ده صح، لكن ده غلط. يبقى الاجابه هي ده، دي الاجابه الصحيحه. تمام ولا لا؟ عشان قال لك كله ما عدا، يبقى ديت اللي ما بقيس بالضغط. بيقول لي ايه؟ اذا اثرت قوه مقدارها، يبقى ده الاف على سطح مساحته، يبقى ده الايه. وخلي بالك انا هغير المساحه عايزها بالمتر تكعيب، متر تربيع معلش، يبقى 5 في 10 أس سالب 4. فين الضغط المؤثر على سطحه؟ لو هو عمودي يبقى بي بيساوي 25 في 5 في 10 أس سالب 4، اللي هو هيدينا 50,000 تقريبا، اللي هو 5 في 10 أس 4 نيوتن. طيب تعالى نحل السؤال ده. بيقول لي هنا عايز يعمل ايه؟ يجيب اكبر ضغط. انجز بقى معايا بقى. عايز يجيب ايه؟ اكبر ضغط. طب اكبر ضغط نفس اللي احنا عملته فوق هعمله هنا. اكبر ضغط هنا، الضغط هنا بيساوي 1. ليه؟ 1 على 1 بواحد.
طب الضغط هنا بيساوي 1، 2 على 2، يبقى البي هنا ب2، بي هنا بتساوي 1. طب الضغط هنا 3 على 3 برضه ب1. هو في ايه؟ طب هنا 2 على 3 على نص، يبقى اهو 2 على 3 على نص. هو كده اكبر واحد يعني بيساوي 4 على 3 اللي هو 1 و3، يبقى اختار دي. ده 4 على 3 اكبر واحد فيهم. طيب يلا اخر سؤالين الحمد لله. بيقول لي اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل علاقه بين الضغط ومؤثر على سطح مساحته 2. الملخص بيقول لي عايز مين فيهم مساحته ب2. طب مش انا هجيبها ازاي دي؟ من القانون. انا عندي ان البي بيساوي الاف على الاي. طب انا لو عايز الاي يبقى الاي لو انا عايزه بيساوي اف على البي. يبقى انا هشوف الاف على البي، الاف على البي، خلي بالك الاف تحت، يبقى انا هاخد من تحت لفوق. طب هجرب واشوف مين فيهم ب2. طب 500 على ال200 ب2.5 مش هينفع. طب 50 على ال100 دي بنص مش هتنفع. 100 على ال200 بنص مش هتنفع. طب 200 على ال100 ب2، يبقى دي الاجابه الصحيحه. انا ليه ما خدتهاش كده يا شباب؟ ده عشان ده بي على ايه؟ لا انا مش عايز بي على ايه، انا عايز الاف على البي، فالاف تحت فخدتها كده. تمام؟ طيب السؤال بقى الاخير الحمد لله. بيقول لي شخص وزنه W يقف بكلتا قدميه على سطح الارض، فان عند تلامس مساحه يعني ايه؟ بيقول لي شخص واقف وزنه W واقف برجليه الاثنين، مساحه رجليه الاولى بايه؟ يبقى الضغط اللي بيأثر عليه، هو مش عنده رجلين وكل واحده بايه؟ يبقى الضغط بيساوي القوه على المساحه، يبقى W على 2 A. يبقى W على 2 A اهي من غير ما اشوف الاجابه. الحمد لله احنا كده راجعنا، الحمد لله كده خلصنا المراجعه. مراجعه الشهر الحمد لله خلصت. ان شاء الله الفيديو مش هيكون طويل عليكم. حبيت الفيديو ده اشرح بالتفصيل، ما شرحتش بالتفصيل قوي قوي قوي، بس شرحت الحاجات المهمه. تمام؟ وفي نفس الوقت احل معاكم عشان الحل ده مهم. اصلا جاي اكلمكم في الحته دي. انا قايل لكم في اخر الفيديو اعمل لكم يعني حاجه انتوا طلبتوها مني كتير جدا، مع انكم طلبتوها متاخر، اللي هو احنا ازاي اصلا بنذاكر. يعني انتوا في ثانيه ثانوي وفي اخر السنه او اخر الترم الاولاني وبتسالوا ازاي اذاكر. على فكره انتوا مش لوحدكم، يعني ناس كتير قوي بتسالني ازاي اذاكر. ناس في ثالثه ثانوي بيسالونا مستر احنا ازاي نذاكر. في طريقه هي الاشهر، واي حد اصلا بيبقى متفوق في حاجه، يعني مش لازم في التعليم بس، بيعملها وبتنجح معاه. ايه الطريقه دي بقى؟ التدريب. بمعنى ناخد مثالين. دلوقتي لو انا عندي ملاكم، الملاكم ده عنده ماتش، لو الملاكم ده ما اتدربش كويس، معرفش ازاي يصد الضربات، ازاي يضرب كويس، اتضرب كتير من زمايله علشان يتعلم من خطأه، لو دخل الماتش وهو ما اتمرنش هيتنفخ، هيتهان. صح ولا مش صح؟ طب لو هو متمرن كويس وجي داخل الماتش هيبقى اداؤه كويس وهيكسب. طب يبقى اللي بيتمرن اكتر هو اللي بيبقى مين احسن. مثال تاني، لعيب الكوره. اللاعب الكوره اللي ما بيتمرنش نيجي نشوف اداؤه في الملعب بطيخ. طب اللاعب الكوره اللي بيتمرن وبيشتغل على نفسه بالليل هو احسن واحد. يبقى انت كل ما هتتمرن كل ما هتبقى ايه؟ كويس. وكل ما هتفشل كل ما هتبقى انجح. دي قاعده خدوها في حياتكم. كل ما هتجرب وتفشل، لازم نفشل، يعني كده كده لازم تفشل عشان تبقى تنجح. مفيش نجاح من غير فشل. عشان في ناس كتير منكم يقول لك يا مستر انا بحل مش عارف احل، اروح سايب الكتاب وماشي. لا طبعا، ما انت لازم ما تعرفيش تحل في الاول، بس مع مره على مره على مره هتعرفي تحل. مثال بحب اديه لكم كتير، لو انتوا دلوقتي داخلين تعملوا طبخه اول مره، انتوا ما بتعرفوش تطبخوا وداخلين تطبخوا، لو جيت اطبخ اول مره هبقى مركزه، يا ترى احط دي على دي، طب لا ما اعملش كده، ببقى متوتره. على ما اخد اصلا الطبخه واعملها هاخد وقت ومجهود وتعب اعصاب وحاجات كتير. طب لو هطبخها لتاني مره تبقى احسن شويه، هطبخها لتالت مره احسن. طب لما اجي اطبخها بقى ل10 و15 مره هطبخها اصلا كده لا اراديا، انا عارف ده بيتحط على ده وده بيتحط على ده، وبحط من ده قد ايه وبحط من ده قد ايه، وهلاقيني بطبخ كده بسلاسه
ولا اي حاجه. نفس الفكره اي ماده عندكم، مش الفيزياء بس، اي ماده عندكم حاولوا تتدربوا كتير. بمعنى انتوا اصلا بتشتكوا ان انا مثلا بديكوا واجب كتير، بنعمل امتحان كل شويه. طب ما ده لازم، انا بعمل كده علشان كنتوا والله، مش علشان انا. انتوا لازم تتمرنوا كتير. لو انتوا اتمرنتوا على الاسئله دي كتير، وحليتوا السؤال مره واثنين وثلاثه، وشفناه مره واثنين وثلاثه، وغلطنا في اول مره وتاني مره وتالت مره ما غلطناش فيه، هاجي اشوفه في الامتحان انا هحله من غير ما افكر. يبقى مش ههلك فيه وقت، مش هصرف فيه وقت، لا انا اصرف وقت في مين؟ في الاسئله الجديده اللي عليا. وان شاء الله مش هخلي فيه سؤال اصلا يبقى جديد عليكم. تمام؟ يبقى احنا كل اللي المفروض نعمله ان احنا نعمل ايه؟ نتمرن كتير. عايزين تذاكروا، ذاكروا، بس اهم من المذاكره قلتها لكم الفيديو اللي فات، تحلوا كتير. انا دلوقتي لو جيت ذاكرت اللي المستر قاله مثلا، انا جيت ذاكرت اهو الشرح، لو انا ما كنتش طبقت على الشرح ده ممكن انتوا فهمتوا حاجه. نفس الفكره، لو انت ذاكرت وخلاص سمعت المحاضره، حضرت المحاضره وسمعتها، طب وقمت ما حلتش بايديا وجيت كمان ساعتين احل، مش هعرف احل. لا انا لازم اذاكر واروح حالل. طب وحاجه هتواجهكم في الحل، انا دلوقتي جيت حليت، لازم لازم لازم، مش العيب فيك انت والله، لازم اول كام سؤال ما تعرفش تحله. طب السؤال اللي ما اعرفش احله اسيبه واخش على اللي بعده؟ كارثه. لا، السؤال اللي ما اعرفش احله ارجع للشرح بتاع الجزئيه دي واحاول اشوف يعني الاجابه بتاعته. طب ما عرفتش، ارجع لنموذج الاجابه اللي موجود في الكتاب من ورا، او المستر بيبعته لك في اي ماده، واشوف هو ازاي محلول في نموذج الاجابه. ما عرفتش، اروح باعت للمستر او الاسيستنت اللي عنده، سواء واتس او لما اشوفهم في الايه فيس تو فيس احسن يعني. يبقى لازم نتمرن نفسنا كتير. عايزين نبقى شطار، مفيش طريقه غير الطريقه دي. يبقى بنات وشباب، مفيش حد ناجح في حاجه غير لما اتمرن كتير قوي فيها واتمرن كتير قوي عليها وغلط كتير عشان ينجح. يبقى انتوا غلطوا كتير هتتعلموا كتير، لكن مش هغلط معناها انا مش هتعلم. مفيش تعلم من غير ايه؟ غلط. كلنا بنغلط. ربنا مدينا قدرات كلنا غير بعضنا، في اللي عنده قدرات عاليه في حاجه وحاجه تانية لا، بس كده كده كلنا عندنا قدرات، كلنا عندنا مميزات. فزي ما قلت لكم احسن طريقه للمذاكره التدريب، واحسن طريقه لاي حاجه في حياتكم بعد كده، يعني ربنا يوفقكم تخشوا الكارير اللي انتوا نفسكم فيه، التدريب. لو دخلت كارير انا مش بتدرب فيه هبقى بلح. زي ما احنا بنشوف لعيب الكوره اللي بيكون مش واقف على رجله بدنيا، يعني مش متمرن كويس، لو نزل الملعب حتى مهما كان مهاري ومهما كان ربنا مديله قدرات هيبقى كحيان. طب لعيب الكوره اللي حتى لو ربنا ما ادالوش مهاره، يعني ربنا ما ادالوش المهاره، بس بيشتغل على نفسه وبيتمرن وبيسعى وبيصحى الصبح يروح من رايح التمرين ويتمرن مره بدل المره 2 و3 و4 و10 بالليل، احسن واحد في الملعب. يبقى كل ما هتتمرن اكتر كل ما مستواك هيعلى في اي حاجه في الدنيا. فاتمرنوا اكتر، حلوا اكتر، ما تتضايقوش من الواجب اللي المدرسين بيديه لكم. يعني احنا مش بنديه لكم رخامه، احنا بنديه لكم عشان احنا عارفين ان اهم حاجه التمرين. فاتمرنوا اكتر، ويعني عايزكم تفرحوني زي ما فرحتوني الامتحان اللي فات. انا والله انا عايز اقول لكم يعني كنت طاير من الفرحه لما لقيتكم جايين لي كده، ومثلا الامتحان سهل والحمد لله، وكمان كرمتكم ودرجاتكم كانت احسن درجات. فان شاء الله الامتحان ده هنجيب درجات اعلى. اللي جاب 14 من 15 لا هيجيب 15 من 15، اللي كان جايب 12 هيجيب 15. تمام؟ باذن الله الفيديو ده يعني هيكون كافي ليكم، باضافه ان انا هنزل لكم حاجه ثانيه كده مفاجاه، يعني قبل الامتحان ان شاء الله بيومين هنزل لكم كده حاجه مفاجاه مني ليكم انتوا. تمام؟ هنزلها لكم على الواتس. طب اخر حاجه، ربنا يوفقكم وان شاء الله امتحانات هتبقى جميله، بس ذاكروا. تمام؟ يبقى الامتحانات تبقى جميله بس ايه؟ نذاكر. مش هنذاكر هتبقى امتحانات ايه؟ مش جميله. يبقى ذاكروا وربنا يوفقكم. ولو احتجتوا اي حاجه كلموني، اما تترددوش في حته زي دي، كلموني وان شاء الله هساعدكم. ربنا يوفقكم يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.